تبدأ القصة وسط معركة محتدمة، إذ يصرخ أحدهم قائلا: أنت ماذا تظن نفسك تفعل أيها الحثالة عديم القيمة؟ والمخاطب شاب في مقتبل العمر يرتجف من التعب، وهناك الكثير من آثار المعركة على جسده وخصوصا رموز غريبة، لكنه بالكاد يمسك بسيفه ويأخذ الوضعية ويقف فوق الجثث. فيكمل الشاب الصارخ وخلفه شخص يحتضر: أسرع واسرق تلك اللعنة اللعينة من اللورد آرثر، افعلها الآن. لكنه يكح ويفكر: لعن، لقد وصلت إلى حدي، سأسرقها الآن. فيشحن يده بالطاقة البنفسجية الملعونة وتتفاعل الأختام. يقول في نفسه: اسمي كراش فالهايم. فجأة ينطلق لسان من يده الملعونة، ولا أعرف لماذا تذكرت سكونا وإيتادوري من جوجوتسو كايزن. ويكمل قوله في داخله: ولدت في أقوى سلالة عائلية. يفتح عيناه متفاجئا، لكن هذا لم يكن نعمة بل كان لعنة. فيطلق الشاب اللعنة التي ترسل بسرعة كبيرة إلى الشخص المدعو باللورد آرثر. تمسك اللعنة به على شكل قبضة كبيرة، وفي نفس اللحظة كان الشخص المتلقي يصرخ بأعلى ما لديه، ولسان اللعنة كان قد تفاعل تماما. كانت لدي القدرة على سرقة اللعنات، ومن بين الأبطال الذين وقفوا في وجه تآكل العالم. فجأة يبصق الدماء حرفيا جراء ذلك. كنت الرجل الذي وقف وحيدا ضمن الجيل الأزرق، يستمر ببصق الدماء، بينما الآخرون يحمدون الله على أنه بخير. أيها اللورد آرثر، تفضل اشرب هذه الجرعة. يبدو أنهم مجموعة من المغامرين ويستغلون هذا الشاب ذو القدرة الملعونة. المدعو بآرثر يبدو أنه قد استيقظ بعد أن كان محتم عليه الموت. فجأة يظهر أمامهم حاصد أرواح في خيل غريب، ومعه رمح طويل يبدو أنه أشبه بملك الشياطين، إذ يطلق العديد من كرات الحمم، وذلك لكي يهزمهم. ها هو ذا ملك الشياطين اللعين. بينما تتقدم الكرات يقول اللورد آرثر: هل سنقاتل فارس الموت الأزرق بهذا العدد القليل فقط؟ هذا مستحيل. فيترك سيفه الذهبي ليسقط على الأرض ويدوي صوته في هذا المكان: سيغرون، أبيلا، ماري، جميعكم تعالوا إلى هنا. بالفعل عند السيف الساقط يجتمع الفريق، فيعانقهم اللورد آرثر وهو في حالة استسلام وكآبة. يبتسم في آخر لحظاته، أما البقية من الفتيات غالبا يبكونه دما. لورد آرثر، لورد آرثر، أرجوك لورد آرثر لا تستسلم. في هذه اللحظات يتقدم الشاب الذي أنقذه قبل قليل بعد أن بصق الدماء وقام على رجليه بصعوبة. آرثر أيها الوغد، ماذا تفعل بحق خالق الجحيم؟ يقول آرثر: سأنهي هذا هنا والآن. لقد انقطع أمل هذا العالم ولم يبقى سوى الخراب. لكن الشاب كان غاضبا جدا، إذ أنه قد ذاق الأمرين حتى أيقظه، وهذا ما يقوله فقط. طبعا هذا استنتاجي، يعني ماكو أي سبب آخر ممكن يعصب عليه. يصر على أسنانه غضبا ويقول: أتعني أنك قد استسلمت بعد كل ما فعلناه لإيصالك إلى هنا؟ هل لديك أي فكرة عن عدد من ماتوا لأجل هذا؟ كل ذلك لأنك كنت منشغلا باللهو مع تلك النساء. هل فقدت عقلك أخيرا؟ ويتبين بأنهم جميعا كانوا فتيات، وأني سويت صوت واحدة منهم على أنه ذكر، فشلون نعالجها؟ هنعدل. إذ تقول إحداهن: أغلق فمك يا كراش، آرثر بذل قصارى جهده. هذه الفتاة هي سيغرون إيفانيا، الأميرة الثالثة لإمبراطورية إيفانيا، الجيل الأزرق. أنت مجرد قمامة لا تجيد سوى سرقة، لا تجرؤ على الرد على آرثر. لكن هنا يتعصب أكثر: ها؟ أقلت قمامة؟ يا للؤمك، كيف تقولين هذا لمن أنقذ حياتكم؟ يقول هذا ويشير إليهم بالسبابة. فتخرج سيغرون إيفانيا سلاحها وتوجهه نحو الشاب في ساحة المعركة المليئة بالجثث. يقفون هناك ويسقط الشاب على ركبتيه قائلا وصارخا: لولا مهاراتي لما وصلتم إلى هذا الحد من الأساس. وإن نسيتم دعوني أنعش ذاكرتكم. لنبدأ بك يا أبيلا. لكنها ما زالت تبكي وتقول: لورد آرثر، هل أنت بخير؟ ألم تكوني أنت من قال إنك لا تستطيعين استخدام السحر إن فقدت صوتك؟ ألم تكوني أنت من توسلت إلي لأسرق لعناتك؟ أنا من أعاني الآن من لعناتك، ومع ذلك هاجمتني عندما ذهبت لأجلب مسكنات الألم. وها أنت ذا أصبحت تحتقرينني تماما مثل الآخرين. والواقفة بجانبها هي أقوى رمح في الإمبراطورية، ماري ديانا، فارسة إيفانيا الإمبراطورية، الجيل الأزرق. عمقاء بلا عقل، تندفع دون أدنى تفكير، تتلقين كل لعنة يمكن تخيلها.
ثم تعوين إلي باكية تتوسلين أن أزيل الألم، وأنت أيتها الأميرة تصفين منقذك الذي ضحى بعينيه لأجلك بالقمامة، ها؟ استهدفتني في الأكاديمية فقط لأنني من فصيل مملكة ستارلون، وحتى بعد كل ذلك التنمر يتذكر بفلاش باك ما حدث عندها. انظروا، ذلك الأحمق لا يستطيع حتى أن يدافع عن نفسه، أحقا هو من تلك العائلة المرموقة. هذه نكتة بالتأكيد. تحملت كل شيء فقط لأصلح عينيك. لماذا أنتم الجيل الأزرق من المفترض أنكم من سينقذ العالم؟ ولأنني كنت عار المملكة فاشلا بلا موهبة قتالية، كنت مضطرا لأنظف فوضاكم طوال هذا الوقت. ما جدوى كل ذلك بحق خالق الجحيم؟ لا يهمني الآخرون، لكن أنت يا آرثر، أنت من كان ينبغي أن ينقذ العالم. كان عليك أن تقود هذا الفريق نحو النور. رأيتك تقف في الصفوف الأمامية للجيل الأزرق، وعزمت أن أبقى إلى جانبك حتى النهاية. فلماذا استسلمت بهذه السهولة؟ لماذا؟ أخبرني، لماذا بحق خالق الجحيم؟ فيرد آرثر أخيرا: أظن أنني أستطيع إخبارك بالحقيقة الآن. كما قلت، هذا العالم انتهى، لذا سأعيد كل شيء من البداية. ماذا؟ إعادة؟ ماذا تقصد بذلك بحق خالق الجحيم؟ هذا صحيح، ليست هذه المرة الأولى التي أشهد فيها نهاية العالم، لأن مهارتي هي الارتداد الزمني. يصدم من سماعه ذلك. والآن بعدما حصلت على تقنية وراثة الذكريات، أستطيع العودة محتفظا بذكرياتي في كل مرة تنظر الفتيات إليه بتمعن. إن تمكن الجميع من البدء من جديد بخبراتهم، فسترتفع احتمالات منع نهاية العالم في المرة القادمة بشكل هائل. بما أن الشخصية سيئة، فراح نطي صوت الخادم المهان. هذه هي خطتي، سأبدأ من جديد مع هؤلاء الثلاثة. يصدم ويتعرق. وأنا ماذا عني؟ يسكت قليلا ثم يقول: أنت لسنا بحاجة إليه. ينزل ذلك عليه كفيل داس على رأسه. يتوقف قلبه للحظات ثم يكمل: صحيح أن مهارة الرداء الأسود لديك مفيدة، فأنت تستطيع سرقة أكثر اللعنات استعصاء، وهذا مفيد في كثير من الأوقات. لكن ما الفائدة من الارتداد مع شخص جسده وعقله في حالة يرثى لها؟ بصراحة ما نفعك؟ أليس من الأكثر كفاءة أن نلتقط نسخة جديدة ونظيفة منك في العالم التالي؟ صدمة ورا بعضها. أحمر أنت؟ شنو هاي الشخصية الخايسة اللي عندك؟ صدق كذب؟ يا أخي ودي أقول كلمات بس ما أقدر، خاف الفيديو ياكل أصفر. هذه كانت أقواها، إذ يبكي بطرف عينه ويقول في نفسه: إذا فأنا مجرد عنصر يستخدم لمرة واحدة. هذا الوغد كان ينوي معاملتي كشيء قابل للاستبدال منذ البداية. هذا يقف ويقول: لا تقلق، سأحسن استخدامك في العالم التالي والذي بعده أيضا. نلتقي مجددا يا كراش. تشاو. ماذا؟ مهلا. في أعماقي كنت أظنني كنت أعلم دائما أنه عندما تجاهلني الجيل الأزرق وكان آرثر يكتفي بالمشاهدة، علمت أنه لم يرني يوما كرفيق. خذني معك أيها الوغد. وعي يتلاشى بسبب تراكم اللعنات. لا، سأموت قبل أن ينهار هذا العالم تماما. فيقبض الشاب على قبضته من الغضب. لن أسمح بأن ينتهي الأمر هكذا. ما يستطيع الرداء الأسود سرقته ليس اللعنات فقط، بل يعمل على المهارات أيضا. سأصبح الأقوى، سأصبح الشخص الأهم، سأتخلى عن كل كبريائي، سأذبح التنانين وحدي، سأنتصر بالعقل وحده، سأهزم كل من يقف في طريقي، سأبيد مدنا بأكملها، أجعلهم يدركون أهميتي وما أنا قادر حقا على فعله. سأجعلهم يندمون أنهم ولدوا من أمهاتهم وخرجوا من أرحامها ويتمنون أن يعودوا إلى هناك، وسأساعدهم بذلك. لم أجربها قط على آرثر، لأن مهارته ليست لعنة بسيطة، لكن هذا يستحق المحاولة. يرفع يده الملعونة. مهارة الرداء الأسود. في اللحظة التي كان ينفذ فيها آرثر تقنية العودة، كانت اللعنة تقترب منه شيئا فشيئا. اللعنة التي على شكل يد كبيرة سوداء غامقة بهالات بنفسجية مظلمة وابتسامات شيطانية يرسلها الشاب الصغير وهو يصر على أسنانه. مهلا. بعد أن أرسل هذا الشيء كان يكبر شيئا فشيئا
حتى أصبح فما كبيرا وكأنه سيلتهم شيئا، وفي نهاية المطاف يبدو أنه قد ابتلع شيئا أو لا. يا آرثر، أما زلت لم تستسلم بعد يا كراش؟ لقد اختبرت عددا لا يحصى من نهايات العالم، وفي كل مرة ما إن أصبحت عديم الفائدة كنت ترميني جانبا، تركتني خلفك في عالم يحتضر مرة تلو الأخرى. ترى كم مرة ذقت ذلك اليأس، لكن هذه المرة يا آرثر أنت من سيترك هذا العالم. هل فقدت عقلك أخيرا؟ لكن كراش يبتسم، وفي هذه اللحظة يشير للسماء. ربما فقدته. ويشير إلى الفارس الأسود الذي في السماء. يظهر الفارس ويتحول صوته إلى صوت زوفان من شدة الرهبة. ألم تقلها بنفسك؟ هذا العالم يتجه إلى الخراب، فما الضير في هذا؟ يصدم بعد رؤيته لهذا الكائن المخيف، يبكي ويسقط مصدوما. في نفس اللحظة يسقط كراش من التعب. إن كنت لا تريد الموت فحاول أن تكافح وحدك ولو لمرة. يبدو أن الفارس الأسود ينزل عليهم هجمة قوية جدا، أو بالأحرى الهجمة تنزل عليه هو وحده. أنا من سينقذ العالم التالي. يحدث انفجار كبير في المكان، وبعدها نرى شخصا عيناه مسدودتان يسمع أصوات العصافير، يتعرق قليلا ثم يفتح عيناه في العالم الجديد. يرى بعض ثريا في السماء ويرفع يده عاليا، يتفاجأ من أنه قد أعيد إلى الحياة مرة أخرى. هذا المكان، أليست هذه هي الدار التي عشت فيها عندما كنت طفلا؟ يبدو أنه قد عاد إلى الطفل، لذا سنغير صوته حاليا. كراش فالهايم، العمر 13، اكتمل الارتداد الزمني. لقد عدت طفلا من جديد. في المشهد التالي نرى عاصفة مدمرة وطيور الغربان تحلق مبتعدة. اندثار العالم، ظاهرة يحدث فيها حرفيا اندثار العالم بفعل بعد آخر. وعند وقوع اندثار العالم تطرأ تغيرات بيئية واسعة النطاق، لكن الأسوأ من ذلك أن كائنات الاندثار تغزو من عالم الآخر، ومن بينها تلك التي تحاكي هيئة البشر. فنرى فيرانا وحشرات وفتيات قليلات أدب وسوداوات مخيفات يشبهن الألفز، لكنهن لسنا كذلك. ولست متأكدا فيما إذا كانوا لديهم أجناس أصلا. يطلق عليهم اسم غزاة العالم، حتى أن هناك أنواع تشبه الديناصورات الطائرة. فعندما يحدث الغزو يقولون إنه غزو، اهربوا، أبلغوا الفرسان فورا. وأولئك الذين وقفوا في وجه اندثار العالم نرى مجموعة كبيرة من الأبطال، نعم تعرفونهم جيدا. آرثر الحمار وعصابته الصغيرة من الفاسقات، إحداهن تشعل سحرا ويبدأن بإطلاق النار، وفي مقدمتهم آرثر. لقد بدأ القتال، هيا انطلقوا. كانوا يدعون الجيل الأزرق، وأنا يقف هناك بيده الملعونة ويبصق الدماء كالعادة بجسد لا يملك سوى القدرة على ختم اللعنات. انضممت إلى الجبل الأزرق، لم أعامل سوى كوعاء للعنات، وفي النهاية خنت من قبل رفاقي. هو ذا وسط المعركة بعد أن فقد عينا واحدة ويبصق الدماء ويتعرض لشتى أنواع العذاب. كراش فالهايم كانت حقا حياة بائسة. هو ذا بطلنا في هيئته الصغيرة، وهو في العمر 13، يستيقظ في فراشه الفاخر وكأنه من عائلة ملكية. أين أنا؟ هل هذه غرفتي؟ منذ لحظة كان الشتاء في أشد قسوته، لكن الآن الجو حر لدرجة التعرق. إنه الصيف. إذا كنت في قصر الصنوبر الأخضر حيث قضيت طفولتي، فإن تلك المغامرة الأخيرة باستخدام الرداء الأسود على آرثر تعني أنني نجحت في سرقة مهارة الارتداد الزمني. لكنه يتفاجأ. كيف استطعت أن أستخدمها؟ يميل الناس للاعتقاد أن الرداء الأسود هي مهارة يمكن استخدامها بحرية ودون قيود، لكن لها عيب واضح. الرداء تستطيع سرقة ممتلكات الهدف فقط إن تمكن المستخدم من فتح القفل الذي ينشأ عند تفعيل المهارة. ذلك القفل ينشأ بناء على القيمة التي يضعها المالك على الشيء، حتى حجر تلتقطه من جانب الطريق. إذا اعتبره المالك شيئا ثمينا، شرط الفتح نقل 99 من ثروات العالم للمالك، تصبح الصعوبة هائلة.
لشيء مثل المهارة الفريدة والتي يقدرها الخصم عادة كثيرا، يجب أن تكون صعوبة سرقتها عالية بشكل مذهل. كلما ارتفعت قيمتها زادت الشروط وزادت صعوبة تخطيها. آرثر، ما الذي كان يدور في ذهنك؟ كنت أعلم أن مهارة الرداء الأسود قد كانت مفعلة حينها، لكن لم أرى أي قفل. حقيقة أنه لم يكن هناك حتى قفل. هل يعني ذلك أنه أراد حقا التخلي عن المهارة؟ أن يفكر المرء أن آرثر الرجل الملقب بملك الأبطال أراد أن يرمي مهارة الارتداد الزمني جانبا. إذا فكرت في الأمر، آرثر أحيانا كان يظهر مظهرا منهكا بالكامل، تحرك كما لو أنه ينجز مهمة مجرد عادية، عالم يتجه نحو الدمار مرارا وتكرارا وهو يكرر ذلك كله بمفرده. هل كان مسكرا بمأساة نفسه، يتصرف وكأنه ينقذ العالم بمفرده؟ ربما لم يكن قادرا على الاحتفاظ بعقل سليم. ربما بالنسبة لآرثر كانت تقنية الارتداد الزمني لا تختلف عن لعنة. هل لهذا السبب حاول أن يجعل هؤلاء الثلاثة يرثون ذكرياته؟ حقيقة أنني استطعت سرقة المهارة مع الرداء الأسود تعني أن آرثر الذي عرفته فقد مهارة الارتداد الزمني وترك في ذلك العالم على شفير الدمار، وسقط في مواجهة شلال نيازك الفارس الأزرق المميت، يعني أنه مات. أنا أخذت المهارة التي أردت التخلص منها بشدة. ينبغي عليك أن تشكرني حبيبي، مو أنت موته يعني ما تركته يعيش، والصراحة يستاهل. لطالما نبثني وحدي، وكأن مواجهة اللعنات شيء يستطيع أي شخص فعله، ولم تولي أدنى اهتمام للرفيق المعذب في الظلال. فهذا جزاؤك يا أيها النفاية. ممر قصر الصنوبر الأخضر. أنا صغير. قبل مغادرة الغرفة نظرت إلى انعكاسي في المرآة. أبدو في حوالي 10 من عمري، قامة قصيرة لكن متوسطة البنية، ويقصد البنية العضلية يعني. هذا نتيجة تدريب بالسيف يوميا، محاولا البقاء على قيد الحياة في عائلة فالهايم، أقوى عشيرة قتالية في مملكة ستارلون. إذا كنت في القصر الصنوبر الأخضر فإن مراسم إثبات القدرة عند سن 10 يجب أن تكون قد انتهت للتو. مراسم إثبات القدرة لعائلة فالهايم مكان لإثبات القدرة من خلال الكشف عن أي من الحاكم الذي تعاقدوا معه والمهارة التي منحت لهم. كلما كان المتعاقد أكثر تميزا ارتفع رتب الحاكم. دائما ما كانت السلالة المباشرة لعائلة فالهايم تقدر كثيرا، لكن كنت الاستثناء الوحيد. لم أمتلك أي مهارة قتالية أو موهبة منذ ولادتي، لأن أي حاكم لم يخترني. بعد ذلك طردت من المنزل الرئيسي وأرسلت إلى قصر الصنوبر الأخضر حيث يفنى الفاشلون. أويلي شلون من عائلة ما شاء الله، حيل مهتمين بأبنائهم. يعني ابنك فاشل خلص لا تسوي مقاتل، خلي بالبيت يروح يدرس يصير طبيب محامي أي شيء، يعني لازم يصير فارس. والآن أنا وحدي أكبر فشل في عائلة فالهايم. أعرف نهاية العالم، نهاية حتى جيل الأزرق لم يستطع إيقافها. يفكر قليلا ثم يقول في نفسه: هل أستطيع إيقافها؟ اندثار العالم. يتخيل بأنه يقف أمام كومة من الدمار في الخارج، خلف هذا الباب فقط. ترتعش يده ولكنه يقبض عليها. لا تتذمر، الأمر ليس متعلقا بقدرتي على إيقافه، بل علي أن أوقفه. إن اندثر العالم فسأموت أنا أيضا، لا خيار آخر. وأول خطوة لمنع نهاية العالم هي سيد الشاب. يبدو أنه الخادم العجوز في كل من هو، إذ يقول في خاطره: إليود، ماذا تفعل في مكان كهذا؟ كان حيا في هذه المرحلة من الزمن. إليود الخادم الوحيد في قصر الصنوبر الأخضر. بس احمد ربك على الأقل أنت أهلك رامينك بسجن، يعني إذا أهلي طردوني يحطوني مو سجن من قصر، سجن من صدق يعني، فاهمين علي؟ يفرح كثيرا ويذهب إليه. إليود، هل هناك ما يقلقك سيد الشاب؟ كان إليود الخادم الذي اعتنى بفاشل مثلي، لكن السم الذي أعطاك إياه أخي لقتلي، متى تنوي استخدامه؟ إنه العقل المدبر الذي دس لي السم حين بلغت 14، وكان هو من لقنني أول خيانة في حياتي. يقف العجوز هناك، هو وشنب الكبير هذا. في لحظة ما يبدو أنه يجبر نفسه على أن لا يبصق شيئا. لا، يبدو أنه يبصق الدماء. إليود. يسقط العجوز وهو يمسك حنجرته ويستمر في بصق الدماء. أنا آسف جدا يا سيد كراش. في اليوم الذي كان من المفترض أن ينفذ فيه إليود عملية الاغتيال في حياته السابقة، يبكي كراش بحرقة عليه.
فيربت الخادم على وجهه ويقول: رغم أن السيد كراش كان عزيزا علي كابني. وبعدها تسقط يده سقوطا حرا. ماذا فعلت؟ لم يحتمل شعور الذنب، فأخذ الحساء المسموم وأكله بنفسه، ثم فارق الحياة. السم الذي أعطاك إياه أخي، متى كنت تنوي استخدامه؟ سم؟ تريد التظاهر بالغباء رغم أنك حاولت قتل فاشل مثلي من أجل ابنتك. أظننت أنني لا نعرف. يقف الخادم العجوز هناك يتعرق ويحزن، فيتنهد بطرنا ويقول في سره: بهذا المعدل هل سأدفعه إلى الزاوية مجددا؟ فيردف: على أي حال، إن أردت الاستمرار في التمثيل فليكن. لو لم أكن فاشلا منذ البداية لما تلقيت تلك الأوامر أصلا. يبدو العجوز متفاجئا مما يسمعه، فيفكر العجوز في سره: ظننت أنه سيلوم نفسه حين يعلم أنني خنته، أو أنه سيبكي غضبا. فيلتفت كراش ويقول: لكني سأعرض عليك صفقة، اتبعني. هل تغير السيد كراش حقا في داخل القصر؟ لماذا أتى به إلى غرفة الدراسة فجأة؟ إليود، اكسر هذا الجدار من أجلي. ماذا؟ إذا كنت خادما لعائلة فالهايم فهذا سهل عليك، ليس كذلك؟ بالطبع. يأخذ وضعية، يشحن سيفه بالطاقة، يسحبه شيئا فشيئا، وبعدها بضربة واحدة يكسر الجدار. هذا ممتاز. منذ متى كان هناك ممر في مكان كهذا؟ يا إلهي، باوش قد طويل السيف مالته. أحسنت يا إلواد، كما توقعت. إنه شخص مختلف تماما عما كان عليه بالأمس. هل كان يستخدم لؤلؤة متوهجة ليلا للإضاءة؟ له هالة تذكرني بالسيد على نحو غريب. ما الذي حدث في العالم؟ يقف بطلنا كراش هناك أمام قفل وباب كبيران. هذا يعيد إلي الذكريات. وقتها قد أتيت متأخرا بعد أن انتهى كل شيء، لكن هذه المرة وصلت قبل أن يحدث ذلك. سيدي، هل أقطع السلاسل أيضا؟ لا، لن تستطيع قطع هذه السلاسل. هل يجب أن أختبر قوتي بنفسي هذه المرة؟ مهارة الرداء الأسود. ليش ما تقول مهارة إيتادوري يا حبيبي؟ تمام، اسرقوا أفكار، بس يعني لا تقلدون لهالدرجة. مهارة الرداء الأسود مع مواجهة القفل. شيئا فشيئا يبدو أن القفل قد كسر، ويصدم الخادم العجوز مما يحدث بينما كراش يفتخر بهذا النصر. مهاراتي لم تصدأ بعد. سيدي الشاب، هل عقدت صفقة مع أحد الحكام؟ يتوتر فيفكر: لم أكن قد عقدت ميثاقا بعد في هذا الوقت. نعم، تعاقدت لتوي مع حاكم تافه، أما المكتبة فأبلغ أبي إن شئت. يقف هناك حائرا. حتى الأمس فقط كانت عينا السيد توحيان بأنه فقد أسباب العيش، لكنه تغير بين ليلة وضحاها بعقد مع حاكم. لا بد أنه حصل على مهارة قوية، ففي النهاية هو يشترك في الدم نفسه مع أعظم عبقرية أنجبتها فالهايم. حتى إن لم يكن بمستوى الآنسة شارلوت تماما، فالسيد كراش الحالي قد... سيدي الشاب، حتى تنتهي مما تحاول فعله لن أخبر أحدا. فهمت، هذا هو الجانب السلبي للارتداد. بدأ التغيير يطال إليود أيضا، لكن إليود الذي خانني سيبقى حيا في ذاكرتي. إليود، إن شفيت مرض ابنته فعليه أن يقسم بالولاء لي. ينبغي أن أزيد عدد القطع التي أستعملها هنا. افعل ما تراه مناسبا. يتفاجأ العجوز ويقول هو في نفسه: سأفكر في علاج ابنته لاحقا، أما الآن فالمكتبة السرية لها الأولوية. يفتح الباب أخيرا ليتفاجأ بهجوم ناري قوي. مع أنني تحملت عددا لا يحصى من لعنات تآكل العالم، إلا أن هذا ما يزال يثير القشعريرة. لا شك في الأمر، كتابه السري هنا. يا له من كتاب، إذ أن هناك شرارة نارية حوله، وكأنه الكتاب الأسود الشيطاني وله وعيه الخاص. وجدته، المكتبة السرية لجناح الصنوبر الأزرق. الأسلاف الذين وصفوا بالفشل في عائلة فالهايم ذونوا تقنياتهم وذكرياتهم كاملة. هذه ليست مهارة، بل نتاج الإنسانية، مكان حفظوا فيه الكتب السرية لبلوغ القمة.
في البداية كان مكانا متاحا للجميع، لكنه صار مكتبة سرية بسبب شخص واحد فقط، وذلك الشخص كان ديماريس فالهايم. لحظة، دكتور ستونز جاب هنا أسوأ فاشل في تاريخ فالهايم، لكنه الشخص الذي ابتلعه تآكل العالم وأصبح الأقوى. الكتاب السري الذي تركه أسوأ الفاشلين أصبح عذرا لتأخري أيها الأسلاف، إنه لي الآن. في هذه اللحظة في ساحة التدريب كانت الآنسة شارلوت على الأغلب الفتاة الجميلة القوية في عائلة فالهايم، تطير الرجال كالحمام الزاجل وتهزمهم جميعا بضربة واحدة من سيفها. أويلي يابا، ايش رايكم شباب بهيج زوجة قوية وتحمينا؟ لا امزح، رجلتك وين؟ وها هي ذي الفتاة القوية السترونج اندبندنت وومن بهالتها المرعبة يراقبها الجميع، إذ يقول شخص أشبه بزيك من أتاك أون تايتان: هل هي فعلا في 15 من عمرها فقط؟ حتى الفرسان لا يستطيعون لمسها. لقب قديسة السيف لم يكن للزينة. هذا ممل. هذه هي شارلوت فالهايم أخت كراش الكبرى كما توقعنا. يقال إنها موهبة لا تتكرر إلا مرة كل 1000 سنة. أجل بالفعل. لهذا يضع رب الأسرة آمالا كبيرة عليها. عبقرية ولدت من سلالة جديدة، هكذا يقولون. بفضلها لن تنقرض عائلة فالهايم أبدا. وكان هناك شخص ليس سعيدا، إنه بيلوكين فالهايم، الأخ غير الشقيق لكراش. يرفع وجهه ويقول: سأبيد تلك السلالة بأكملها، لكن شارلوت مخاطرة كبيرة. ما خطب اللورد بيلوكين؟ هي أخفض صوتك، فتلك الأم قوية أيضا، لذا لم يبقى سوى الفاشل عديم النفع. أنوي قتله أولا. هو ذا يتحدث مع الخادم. وأنت أيضا يا إلواد، وضعك ليس سهلا أليس كذلك؟ مسارك الوظيفي مسدود بسبب كراش. يقف الخادم يستمع بخوف، أو على الأقل احتراما لمكانته. إن أعطيت كراش قطرة واحدة من هذا ستحل مشاكل وعلاج ابنتك، وتنتهي كل مشاكلك المالية. أتعلم هذا؟ فلما كل هذا التردد؟ السيد كراش قد ربيته كابني تماما، كيف لي أن أفعل هذا به؟ هنا إليود، هل ستختار طفل غيرك على طفلتك الحقيقية؟ ديماريس فالهايم أسوأ فاشل في تاريخ فالهايم، ومع ذلك أقوى شخص في تاريخها. حين كان في ذروة قوته تحداه بعض أقوى المحاربين في العالم، هو ذا يقطعهم واحدا تلو الآخر بهالة مرعبة جدا، لكن لا أحد استطاع إيقافه. سم الغمر الدموي المتطرف، ذلك لأنه أدخل تآكل العالم إلى جسده، وامتلك فنا سريا جنونيا لتسخير تلك القوة. سابقا كان نصف الكتاب محترقا، فلم أفهم لماذا انتهى ديماريس إلى ذلك المصير. لكن هل جن لأنه عجز عن السيطرة على هيجان التآكل؟ لو فكرت في الأمر حين أصابتني لعنة تآكل العالم، أضعفتها بالرداء الأسود وصمت بطريقة ما من خلال موازنتها بلعنات أخرى. إن انطبق المبدأ نفسه على هيجان السم الغمر الدموي المتطرف، وسرقت لعنة تتحكم في الهيجان لمعادلتها. فيمكنني حينها أن أصبح قويا مثل ديماريس أيضا. إليود: نعم يا سيدي كراش، من اليوم فصاعدا تأكد من أن لا يدخل أحد جناح الصنوبر الأخضر، وهذا أمر مفهوم يا سيدي. يخرج وهو يفكر: السيد الشاب تغاضى عن خطئي، يجب أن أرد هذا المعروف. سأرفض عرض السيد بيروكن. بيلوكن لو بيروكن، والله المترجمين يتعبوني صراحة. لما أنا أترجم من هو أفضل بكثير، لأن سيدي هو السيد كراش. لكن هناك كان أحدهم غاضبا يصر على أسنانه ويصرخ ويدمر. قلت ماذا؟ أترفض عرضي من أجل ذلك الأبله؟ لا يمكننا إبقاء قمامة كهذا في عائلة فالهايم، ذلك الأحمق، تلك العبقرية النادرة الدجالة، وذلك الفشل. هذا يغضبني بشدة. لولا أن دم تلك المرأة القذرة لبقيت أنا وليلي في صلب السلالة المباشرة. شكلهم عائلة كيوت، بس ليش أمهم ضخمة كذا ومشغلة سوبر ساين؟ وجه الأخت الكبرى يضحكني، وكذلك الفتى الأصغر. نعم إنه مضحك. مت في غيظك يا هذا، فالأيام القادمة لن تحتمل ما سيحدث.
هل ناديتني يا سيد بروكين؟ اذهب إلى جناح الصنوبر الأخضر حيث كراش حالا. أعرف لماذا غير ذلك الخادم موقفه. تحقق من الأمر. لكن لا يمكننا الدخول. ماذا؟ خادم السيد كراش إليود أغلق المدخل ومنع أيا كان حتى رب الأسرة من دخول جناح الصنوبر الأخضر. أويلي العجوز شكله يشقق. يمنع رب الأسرة من دخول نطاقه؟ هذا الفاشل المتغطرس. لكن في هذه اللحظات هنا بطلنا يصقل في الداخل. يبدو أننا وجدنا الصورة الثامليل. أقول ربما يتنهد ويقول: هل بلغت أخيرا مستوى الخبير تقريبا؟ لمراتب الهالة مراحل عدة: إمبراطور الهالة، سيد الهالة، خبير الهالة، مستخدم الهالة. طبعا هذا العكس. المرحلة الأولى هي مستخدم الهالة، حالة تعلم الجسد الهالة فحسب وهي الأشهر. المرحلة الثانية هي خبير الهالة وهي الحد الفاصل بين العادي والعبقري. لم أصل إلا إلى عالم العاديين، بينما شارلوت التي تكبرني بعامين فقط هي سيدة هالة. أويلي يما فدوى للسترونج اندبندنت وومن. شكلها حلو لكن أحس شخصيتها مو تمام. موهبتها مذهلة حقا، لكن حتى شارلوت ذلك الاستثنائية الوحيدة كانت عاجزة أمام الدمار الكبير. مقارنة بها ما زلت مجرد مبتدئ في مرحلة الخبير. هل أستطيع حقا إنقاذ العالم بهذا المعدل؟ لن أعرف ما لم أجرب. يلتفت إلى نفسه القديمة الناضجة إذ يقول: لا جدوى من الندم. في الأساس لم نكن نستطيع استخدام الهالة قبل الارتداد بسبب اللعنة، أما الآن فالأمر مختلف. حتى إن لم أقارن بشارلوت يمكنني أن أنمو إن امتلكت الفن السري الذي تركه فاشل مثلنا. أنا يمكنني أن أصبح أقوى. يقول هذا وهالة قوية تخرج من جسده وعينه وسيفه. هذا يكفلان. سيد الشاب، تهانينا على بلوغ مرحلة الخبير. يقول هذا وقد أحضر له منشفة. هذا شيء لا يذكر. الأهم، لماذا كنت تنتظر في مكان كهذا؟ خطيبتك السيدة بيانكا هاردن هارتس وصلت إلى جناح الصنوبر الأخضر. ها؟ لحظة، قبل لا أشوف الفريم القادم أتوقع حبيبته تكون وحدة سيئة وأهل الجبروع أنه يتزوجهم بس على مود قوة، إنها بيانكا الشيطانة البيضاء. نعم كما توقعت، ليس أقل من شيطانة. شنو البيضاء بها؟ المفروض يسموها الشيطانة السوداء. تباوع نظراتها كأنها كيوبي. زعيمة أصبحت أداة لآكلي العالم وحاولت تدمير هذا العالم، والكائن الذي هزم أحد أقوى 10 السماويين فنال لقب الشيطان البيضاء. لكنها الآن مجرد أصغر بنات عائلة هاردن هارتس. زواج سياسي ها؟ عائلة هاردن هارتس حكام الشمال. ستتخلص عائلة فالهايم من فاشل عديم النفع وتكسب صلة بأقوى عائلة قتالية. نحن الاثنان مستغلان من قبل عائلتينا. شكل كيوت هنا. ويمكن لا، على الأغلب تنشئ علاقة حب بيناتهم، لكن بعد دراما وصراع وكذا. تعرفون السوالف. اكتبوا لي ايش رايكم انتم بالتعليقات. في الحقيقة لدي شأن مع بيانكا. لم أتوقع أن تأتي كل هذه المسافة لرؤية بيانكا هاردن هارتس، أصغر بنات عائلة هاردن هارتس حكام الشمال، لأن أمها أصيبت بلعنة تآكل العالم قبل وفاتها. عانت بيانكا من لعنة دمية الثلج فولدت بلا أي عاطفة. ويلي والله شكلها كيوت رغم أنها شيطانة، يعني لا تفهموني غلط. اللعنة بلغت روحها، لذلك لا يمكن كسرها بمبدد لعنات، كما أنها لا يمكنها عقد ميثاق مع أي حكام بسبب جسدها الفاسد، ومعاملتها كطفلة ملعونة ولدت ثمنا لحياة أمها جعل عائلة هاردن هارتس تقسو عليها. على ذكر ذلك، هل كانت بيانكا تكرهني؟ ما دام ذلك لا يعيق سرقة لعنة بيانكا فلا بأس. فلعنة دمية الثلج هي اللعنة اللازمة للسيطرة على هيجان السم الغمر الدموي المتطرف. إليود، سيكون سيئا أن أظهر بهذه الهيئة، ليس كذلك؟ سأجهز ملابس أخرى فورا. نعم شكرا لك. أدخلها واطلب منها الانتظار. يبدو أن فتاتنا كيوت بالفعل، إنها كالثلج الساكن.
اقسم بالله اني حبيتها، بس ان شاء الله ما تطلع شريرة. اتوقع راح تكون حبيبة البطل بعد كل شيء، بعد ما يزيل لعنتها يعني. منذ 5 أشهر يتذكر بأنه عندما التقى بها أول مرة ضربها، أقصد ضرب يدها بدون أن يصافحها، قائلا فقط ارحلي، أنت مهتمة فقط بقوة عائلتها فالهايم، فلا تتظاهري بأنك خطيبتي. يقول هذا ثم أغلق الباب في وجهه الأحمر. تتنهد الفتاة وتقول في نفسها ليس كما لو أنني أردت المجيء إلى هنا أيضا. وتدخل في فلاش باك. ابنتي، الطريقة الوحيدة لبقاء عائلة هاردن هارتس هي الاعتماد على قوة العائلات. لديك وجه جميل على الأقل، لذلك يمكنك بلا شك كسب قلب أصغر أبنائي فالهايم. بيانكا، مصير عائلة هاردن هارتس يقع على عاتقك. فتقول جميلتنا في نفسه حتى من دون عاطفة يمكنني التمييز بين الصواب والخطأ. لو لم تجبرني عائلتي على زواج سياسي فلن أقبل شخصا سيئا متشائما مثله. تضع يدها على كتفها وتقول أنا من أريد أن أرفض هذه الزيجة. لكن هنا يدخل بطلنا. أوبس، لا أصدق أنهم قدموا شايا ساخنا لشخص ذو لسان حساس مثلك. سأتحدث مع الخادم لاحقا، سأترك هذا هنا. لكن فتاة الثلج الشيطانة لا تعرف ماذا تقول، فهي خالية المشاعر وبلا لون. بما أن الطقس جميل اليوم، هل نتمشى في الحديقة؟ مؤكد أن هناك الكثير من الزهور التي لا تنمو في الشمال، لنفعل ذلك. إليود، رجاء أحضر بعض بسكويت الماكاديميا إلى الحديقة. بالتأكيد يا سيدي. لابد أن الرحلة كانت صعبة عليك يا بيانكا. ترد الفتاة بما أننا مخطوبان ففرص اللقاء كهذه ضرورية، أليس كذلك؟ ومع ذلك كخطيبتي أشعر وكأنك تتحدثين إلى ضابط أعلى منك بدلا من خطيبك. تصدم الفتاة وتقول في نفسها هناك شيء خاطئ بالتأكيد. عندما التقينا سابقا كانت نظراته حادة جدا، لكنه يبدو مختلفا تماما اليوم. وبالإضافة إلى ذلك حقيقة أنني أحب بسكويت الماكاديميا، لم أخبره بذلك من قبل. الطبيعة، النسيم الهادئ، يا له من شعور. هل أنت حقا كراش؟ تقف هناك مصدومة ولها كل الحق. يتبادل الاثنان النظرات ثم يضع يده على رأسه ويقول هل أنا مختلف إلى هذا الحد عما كنت عليه؟ لكن في نفس اللحظة تلاحظ الفتاة قوته وهالته. نية قتل؟ آسفة يا كراش، لم يكن ذلك لائقا. تبا، لم أقصد ذلك. ذكرياتي من تلك الفترة الضبابية، لذا لا أتذكر كيف كنت أتعامل مع بيانكا، لكن الشيء الوحيد الذي أتذكره هو هذا التعبير على وجه بيانكا. كانت ترتدي نفس التعبير في اليوم الذي لقت فيه حتفها أمام قصر الجليد في بحر الشمال. سأحاول حاليا فقط التملص بالكلام. العجب أنك تفكرين هكذا يا بيانكا. لقد عقدت مؤخرا ميثاقا مع حاكم معين، لذلك تغير شخصيته هذا بسبب الميثاق. تهانينا يا سيد كراش، هناك شيء نريد أن أقترحه عليك. اقتراح؟ سيد كراش الذي ذهب إلى حد عقد ميثاق مع حاكم لديه اقتراح لي؟ ما هو يا ترى؟ هل تم إلغاء الخطبة؟ حتى العصافير تتفاجأ. لماذا تفكرين بذلك؟ أفهم عدم رغبتك في الزواج من شخص مثلي ورغبتك في إلغاء الخطبة، لكن تقول في نفسها إنه يستخف بنفسه مرة أخرى. لماذا لدى السيد كراش هذا الكم من احتقار الذات وهو من آل فالهايم؟ تتنهد وتقول أنا خطيبتك يا سيد كراش، هذا لن يتغير. تقول هذا ببرود، إلا أن فتانا يتأثر كثيرا. شكله كان سنجل بحياته السابقة. شنو؟ متى كانت آخر مرة سمعت فيها كلمات خالية من الكذب؟ فهمت. على أي حال لننتقل إلى الموضوع الرئيسي. بقدرة المستيقظة أريد لعنة دمية الثلج الخاصة بك. تريد مني أن أسلمك لعنة لم يتمكن حتى أشهر مفككي اللعنات من رفعها؟ هل تنوي حمل اللعنة على عاتقك؟ أجل، أريد استخدام تلك اللعنة. إذا سلمتها لي سأحقق أي أمنية لديك، حتى لو كانت الخراب فلا بأس. يبدو أن العصفوران مستمتعان كثيرا بالحلقة. يعني لايك حلو كذا منكم لعيون العصافير دموع على عيوني أنا باكوسان. يعني عيب إذا ما نوصل 1000 لايك لهاي الحكاية الأسطورية. أن يصبح شخصا بلا أي مشاعر هو ميزة في كثير من الأوقات. أعلم أن كراش يعامل كفاشل وقمامة. إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن هناك فجوة بينه وبين السلالة المباشرة. ربما تعب من كل شيء بسبب ذلك إلى الحد الذي يريد فيه محو مشاعره تماما. تبدو مصدومة. أتساءل إن كان هذا ما يسمونه مرض القلب. قال لي ساحر عقلي عرفته ذات مرة عندما يصل الشخص إلى حدوده العقلية يقع فريسة لمرض القلب.
إذا استسلم أحد لذلك المرض قد ينهي حياته يعني، أو فجأة يصبح طيبا كما لو كان شخصا مختلفا تماما. هذه لحظة خطيرة جدا. في مثل هذه التصرفات إشارات تحذر من نهايتهم الوشيكة. بيانكا، إذا أصبح شخص قريب منك كذلك يجب أن تبقي بجانبه. سيكون كل شيء على ما يرام. أعلم أنك تستطيع التغلب على كل هذا يا كراش. تقول هذا وهي تمسك بيد فتانا. كراش يخجل كثيرا وهي تكمل: كل ما عليك فعله هو السيطرة على مشاعرك دون الاعتماد على اللعنة. ها بيانكا، أعتقد أن هناك سوء فهم هنا. سأحضر لرؤيتك كثيرا من الآن فصاعدا. أنا متأكد أنه إذا طلبت من والدي فيمكنني أن أعيش بالقرب منك. بحق خالق السماء، من فتح هذا الحوار المفاجئ؟ مهلا، أليس لديك كراهية لي؟ لم ترغبي فعليا في هذه الخطبة، أليس كذلك؟ حتى لو كان ذلك صحيحا لا أستطيع التخلي عن شخص واقف على حافة الهاوية. إنها لا تنكر ذلك إذن. أعلم أن بيانكا من النوع الذي يندفع في الأمور بمجرد أن يقرر شيئا، لكن أشعر أنها تسيء فهم الموقف بشكل كبير. إذا لم تسمح لي بالحصول على اللعنة، هل يجب أن أحاول تفعيل قدرتي سرا؟ مهارة الرداء الأسود. يتفاعل سحر ما فوق يده. جاري إنشاء شروط السرقة. يبدو مصدوما بينما تستمر التقنية. أول شرط قد تم: أن أصبح صديقا لبيانكا. قفل مزدوج. هذا مزعج نظرا لأنها لعنة حملت منذ ولادتها، فهي معترف بها كجزء من جسدها وتم تحديد قيمتها. حتى لو لم يكن من المفترض أن تولد اللعنات أغفالا. وشرط الفتح هو أن أصبح صديقا للشيطان البيضاء. هذا أصعب من أن أصبح خطيبها. بيانكا بالعاطفة، لذلك نادرا ما تظهر اهتماما بأي شيء. إرجاعها إلى هاردن هاتس لن يفعل شيئا سوى تعجيل الوقت حتى تصبح الشيطان البيضاء. سأبقي بيانكا بجانبي وأبحث عن فرصة لفتح القفل. إذا استطعت منعها من التحول إلى الشيطان البيضاء والحصول على لعنة دمية الثلج، سأحقق غرضين في وقت واحد. الآن اتباع تعليمات بيانكا هو أفضل طريقة. هذا يسعدني كثيرا. أنا ممتن لأنني أستطيع رؤية خطيبتي كثيرا. حسنا، سأؤكد الأمر مع والدي وأعود. أراك لاحقا. عند الغروب تغادر عربتها. بما أنه من المحتمل أن يمضي شهر آخر قبل عودتها إلى هنا، يجب أن أقرأ أكبر عدد ممكن من كتب الفنون السرية حتى ذلك الحين. بدأت أنشغل وبشدة. اليوم التالي قصر الصنوبر الأخضر. العمال ينزلون بعض الأشياء، لا الكثير منها، ويصدم كراش بصوت خطيبته: مرحبا يا كراش، بدءا من اليوم سأعيش في قصر الصنوبر الأخضر. تقول هذا وهي تقدم انحناءة ملكية. أويلي، رغم عدها مشاعر بس كيوت، صح ولا لا؟ أتطلع إلى رعايتك. ماذا؟ أتعني أننا سنعيش هنا معا؟ أكره هذا. بطلنا سنجل بائس. يعني يا حبيبي المتابع أو المتابعة بالسن هذا وخاطب، أنت شنو عذرك؟ فإذا يقول لك راح أتزوجك وعمره بعد 25 أو 30، خلاص ما راح يتزوجك. الغى الخطبة. لا اتقشمر وياكم، عادي ترى، كل واحد وظروفه. أنا عمري 30 وبعدي ما متزوج. كراش يفتح عيناه وإذا بالفتاة موجودة ونائمة بجانبه. هل ستنامين هنا مرة أخرى يا بيانكا؟ إذا رآك الناس مع شخص صعب مثلي فسوف يساء فهم الأمر. لكنها تستيقظ وتقول: صباح الخير يا كراش، لكن لما أنت هنا؟ أنا من يجب أن يقول هذا يا بيانكا؟ لماذا أنت هنا؟ يستمر المشهد في القصر المنفي، وهذا بطلنا يتدرب ويزيد من صقله. 27 قصر يا أخي، يا ريت أهلنا يدزون على هيك قصر كعقاب، يعني ايش رايكم؟ قسم بالله أنها نعمة. يتعرق ويقول في نفسه بالتفكير في الأمر: لقد مرت بالفعل عدة أشهر منذ أن بدأت أعيش معها. ونعود لآخر مشهد تركنا فيها. سأعيش في جناح الصنوبر الأخضر بدءا من اليوم. أتطلع إلى رعايتك. وكان قد خجل كثيرا من هذا. هل انتقلت بالفعل؟ نعم، لا مشكلة. أعطتني العائلة الإذن فورا. كنت أرغب في السؤال عما إذا كانت بخير بعد الابتعاد عن عائلتها، فهي في 15 أليس كذلك؟ عندما لا يكون لديك عواطف فإن تعلقك بأسرتك يضعف أيضا، وربما تصبح غير مبال بتلك المشاعر. حسنا، قد تكون هذه فرصة جيدة لأصبح صديقا لبيانكا. فها هما يتمشيان في الحديقة. انظري، إنها دجاجة مع صغرها. يتذكر ما حدث وهو يتعرق ويسقط. حدث ذلك في الصيف والآن قد حل الشتاء بالفعل. هذا العام يوشك على الانتهاء.
والله يا حبيبي نحن حتى دخلنا بسنة جديدة 2026، فاكتبوا لي أهدافكم. نحن إن شاء الله نوصل 200,000 لايك. شنو لايك؟ أقصد مشترك. مما يعني أن افتتاح أكاديمية راهير قريب. أكاديمية أسستها الممالك الأربعة والإمبراطورية معا. إنها مخصصة لتدريب أشخاص قادرين على مواجهة تآكل العالم. يمكن لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما الالتحاق. قبل الرجوع في الزمن، كانت الأكاديمية تنتج العديد من أعضاء جيل السماء الزرقاء الذين يمتلكون مهارات بمستوى جنوني بسبب هؤلاء الأوغاد. بما أنني أعرف نقاط ضعفهم أفضل من أي شخص، يمكنني بسهولة سرقة مهاراتهم أيضا. سأسرق كل واحدة منها بمجرد دخول الأكاديمية. سأتم 14 في العام القادم، لذا لدي عام كامل قبل التسجيل. يجب أن أصبح قويا قدر الإمكان بحلول ذلك الوقت. لكن بدأت أواجه حدود موهبتي. يسحب سيفه. مع مجرد المجلد السري، مستوى الخبير هو الحد الأقصى لي. لتجاوز هذا الحاجز ليس لدي خيار سوى سرقة لعنة دمية الثلج من بيانكا في أسرع وقت ممكن، وتعلم استخدام سم الغمر الدموي المتطرف فيخرج من الغرفة. هل كنت تنتظرينني مرة أخرى اليوم يا بيانكا؟ أجل، لأنني لا أستطيع تركك وحدك يا كراش. إنها خطية تفكر أنه هو راح ينهي حياته فتبقى يمه، ويقولون ما عندها مشاعر. أنا أشك بهذا الموضوع. انطوني صوت ديكستر. بس الغريب انه شلون اهلها سمحوا انه هي تبقى عند واحد ولسه ما متزوجين. غريب الموضوع صح؟ لقد كانت تتبعني مثل طائر صغير منذ الصيف. يا طائر هاي دجاجة. أتساءل متى ستبدأ بيانكا في رؤيتي كصديق؟ هل نخرج ونلعب أو شيء من هذا القبيل؟ سيدي الشاب، وصلتك دعوة من ملاذ النجوم. ملاذ النجوم؟ ملاذ النجوم حفلة للصغار والمراهقين في مملكة ستارلون، تقام مرة واحدة في السنة. يحضر معظم الناس، ما لم يكن هناك حالة استثنائية، حتى يتواصلون ويوسعون علاقاتهم. صحيح، كان هناك مثل هذا الشيء. شكرا على التوضيح إليود. بما أنني كنت منعزلا في جناح الصنوبر الأخضر قبل رجوعي، فذكرياتي عن هذا الوقت ضبابية. ذلك الشخص سيظهر على الأرجح أيضا، لذا يجب أن أحضر حتى أفي بوعدي لإليود. هكذا لن يقوم إليود بأي شيء كهذا مرة أخرى. أخبرهم أنني سأحضر. سأذهب أيضا. يبدو أن بيانكا ستذهب أيضا. مفهوم. يغادر الخادم. كراش، من المحتمل أن يحاول المشاركون في ملاذ النجوم انتقادك. أنت محقة. لا أعرف ما الذي سيقولونه لك أيضا. ربما من الأفضل ألا تذهبي. لا، سأذهب معك، لأن واجب الشريك حماية. فيقاطعها قائلا: لا أطلب ذلك كخطيبك، أتكلم معك بصدق يا بيانكا. فتقول في نفسها: تلك النظرة المتعاطفة مرة أخرى. خلال الأشهر القليلة الماضية كان كراش لطيفة معي بشكل غير طبيعي. ماذا تريدين على الإفطار؟ لنذهب إلى المكتبة لاختيار الكتاب التالي. لن أذهب إلى أي مكان يمكنك النوم لفترة أطول. إنه دافئ. لم يعاملني أحد بهذا اللطف من قبل. حتى في منزل هاردن هاتس كان يتدرب بجدية في الحديقة بينما هي تأخذ قسطا من الراحة، لأنه كان لطيفا معي إلى درجة أنني لا أستطيع حتى تذكر مدى سوء انطباعي الأول عنه. أنا لا أكره كراش الآن. سأذهب معك، ليس لأنني خطيبتك أفعل هذا بكامل إرادتي. يصدم كراش لأنه كان يريد هذا منذ البداية. حسنا، لقد فهمت. عند الغروب يبدو أنهم قد وصلوا إلى مكان ما. إذا فهذا هو جناح غارا ريو. من كان ليصدق أنهم استأجروا أشهر مكان سياحي في هذه المنطقة. هل لديهم الكثير من المال لهذه الدرجة؟ السبب في احترام النبلاء في هذا العالم هو لأنهم قادرون على مواجهة تآكل العالم نيابة عن عامة الناس. ومع ذلك هؤلاء الذين يهوون الحفلات بدل التدريب من المفترض أن يكونوا مستقبل ستارلون. يا للحماقة. أشك أن هناك الكثير من الأشخاص الجيدين في ملاذ النجوم. يدخل الاثنان بأبهى حلتهم إلى الحفلة. السيد كراش فالهايم والسيدة بيانكا هاردنستون قد وصلوا. كراش؟ أتعني ذلك الفاشل من أصغر أبناء عائلة فالهايم؟ يا له من هدر لجمال ابنة المحارب الشمالي الملعونة. سمعت أن الاثنين مخطوبان. مهلا، لا تحدق هكذا، ستلعن مثلهم. التواجد بين هؤلاء النبلاء المزيفين. يقول أحدهم: فالهايم شخص مثير للاهتمام وصل. هناك بعض النبلاء الحقيقيون أيضا الذين سينضمون لاحقا إلى جيل السماء الزرقاء. الفتى النمر بارك هوغما، الإلفية إيميليا، قوس الخشب أنكس جلازر، الثلاثة الذين سيعرفون لاحقا بأنهم أبطال ستارلون الثلاثة. يلتفت بعيدا عنهم. السبب في اهتمام هؤلاء الثلاثة بي على الأرجح هو شارلوت. إنها تبدو كملكة حقيقية هنا وجميلة، إذ تقول: استمع يا كراش، كل هؤلاء الناس تحدثوا معي فقط لأنني كنت أرتدي فستانا كهذا.
كهذا، ومع ذلك لم يستطع أي منهم هزيمتي. ملاذ النجوم؟ المفترض أن يكون اسم هذا المكان مكب النفايات. كان مملا لذلك لن أذهب في المرة القادمة. يتذكر هذا من الماضي. هكذا تفاخرت شارلوت في ذلك اليوم، من خلال الأجواء على الأرجح أنها بدأت بالفعل في هذا الهراء. يتم سحبه من قبل الفتاة رجاء لا تبالي بالأصوات من حولنا يا كراش. كنت أتذكر فقط ما قالته شارلوت. تم تشويه سمعة بيانكا أيضا، لكنها لا تبدو مهتمة. من كان ليصدق أنها ستقلق بشأني في وقت كهذا؟ لا داعي للقلق، هذا لا يهمني. يربت على رأسها ويفكر. بالمناسبة، متى سيصل ذلك الشخص؟ لا تقل لي أنه لن يأتي. السيد دارلينغ دانفيليون وصل. ها نحن ذا، أكثر الناس غرابة. مرحبا بالجميع. السيد الساعي للفت الانتباه من قلعة الكيمياء دارلينغ دانفيليون. يا إلهي، جسدك بالكامل مغطى باللعنات. ماذا جرى ليصل الأمر إلى هذا السوء؟ يقوم برفع يداه. بالنسبة للعنات التآكل، إذا جمعنا هذا مع هذا، نعم يبدو ممكنا. حسنا، هل تود أن تصبح فارا لتجربتي؟ سأعالجك. لقد كان كراش في حالة يرثى لها وهو يمازحه هكذا. أنت ألا طاقة لديك لتجيب؟ إذا سأبدأ من تلقاء نفسي. حسنا. كراش توقف. يبدو أنه يحاول شيئا غريبا. هل أنت مختل عقليا؟ ابتعد عني. لورد قلعة الكيمياء اسمه دارلينغ دانفيليون. نعم يا أعزائي وعزيزاتي، هذا ولد للأسف، لكن أشك بأنه ممكن يطلع بنت بعدين. خلينا نشوف. كان ذلك أول لقاء لي مع الرجل الذي سيعرف فيما بعد بلقب ملك الكيمياء الأفضل في العالم. مرحبا بالجميع. يا إلهي، لورد دارلينغ يبدو رائعا اليوم أيضا. إنه غريب الأطوار دارلينغ. ألم يحضر متأخرا عمدا فقط ليجذب الانتباه؟ حسنا، لا يمكن لذلك الساعي إلى لفت الانتظار أن لا يأتي إلى مكان يتجمع فيه أشخاص في مثل عمره. بيانكا، انتظري هنا من أجلي. لكن قبل ذلك يذهب ويحضر لها بعض الطعام. حسنا. وبعدها يغادر ليقترب من هذا الشخص غريب الأطوار، إذ يقول الشخص في نفسه: من يكون ذلك الفتى يا ترى؟ أشعر وكأنني رأيته في مكان ما من قبل. كراش فالهايم. حقا إنه يشبه شارلوت حقا. فيتحمس فوق حماسه هذا. هل أنت أخو شارلوت الأصغر؟ هل لك شأن معي؟ أم لعل مظهري قد استدعى ناظريك؟ مؤخرا يبدو أنك كنت تنبش عن قضية اندثار العالم. هل يثير قول هذا فضولك نحوي ولو قليلا؟ أنت صبي مستفز نوعا ما، وبما أنك أثرت اهتمامي فاستعد. من فضلكم يمنع التدخل. إذا كراش، كم عمرك الآن؟ 13. ولكن هل العمر مهم إلى هذه الدرجة؟ 13 تبدو صغيرا، لكن حضورك مختلف عن ذلك تماما. حسنا، في داخلي أنا بالغ تخرج من الأكاديمية على أي حال. لا وقت لأضيعه. أود الدخول في صلب الموضوع بأسرع ما يمكن. تفضل تكلم. خذ أمسك. يلقي بالسيف عنده فيمسكه كراش، لكنه يتفاجأ من أنه يضربه بالسيف دون أي سابق إنذار، ويحاول هو أن يصد باستماتة. ما أنت بفاعل فجأة يا دارلينغ؟ قابلت الأخ الأصغر لشارلوت، أردت فقط أن أرى مهارته أولا. يا له من فتى مزعج. بالمناسبة، ألم تقل إن لديك أمرا تريد مناقشته معي؟ أنا أستمع، فتفضل بالكلام. لكنه ينزل بضربة قوية على سيفه. ماذا؟ ذاك. يلاحظ دارلينغ شيئا، وربما كراش كذلك. ألم يكن من المفترض أنك فاشل بلا أي مهارات؟ يبدو أنه يعاني في القتال. يحدث تصادم بينهما فيقول: رغم مظهري أنا أتدرب يوميا. ويقول في نفسه: هذا مربك بالتأكيد. استخدام التقنيات سرية ضد باحث. ربما ينبغي أن أربكه قليلا هنا. أبحاث تعطيل اللعنات يمكنني مساعدتك فيها. ماذا؟ يضرب بضربة قوية قائلا: وماذا تعرف عن الكيمياء حتى تقول أنك ستتعاون معي؟ يرتد، وبعدها يقفز الفتى دارلينغ بضربة أخرى أقوى، لكنه يتفاجأ بأن السيف قد أصبح قرب عنقه. ماذا؟ البحث في تعطيل لعنة آكلي العالم، وهي اللعنة التي لم يتمكن المبطلون أو مزيلو اللعنات حتى الآن من كسرها، وذلك باستخدام لعنات أخرى. فيتراجع بسرعة أكبر. لكي تصبح كيميائيا من الدرجة الأولى عليك أن تثبت ذلك البحث ليس كذلك. سأساعدك في بحثك. يقف هناك كراش بعد أن يضع السيف في غمده بمهارة التي تنهب اللعنات. هلا، ألم يكن فاشلا بلا أي مهارات؟ ما الذي يحدث هنا بحق خالق الجحيم؟ لماذا أصبح مثل إيتادوري؟ لا، إضافة من عندي. إذا كان ما يقوله كراش صحيحا فيعلنها، فهذه فرصة مثالية لإثبات مبدأ العرض والطلب وإبطال اللعنات في آن واحد. فيقول: ماذا ينبغي أن أفعل في المقابل؟ هل أصبح رفيقك مثلا؟ ما هذا الهراء الذي تهذي به؟ سأصاب بعدة لعنات في المستقبل، وأريدك أن تصنع لي دواء يخفف من تلك
تلك اللعنات. مزج الأدوية هو اختصاصي. نهب المهارات وحدها ليست كافية. حتى جيل الأزور الذين كانوا قادرين على استخدام مهارات خارقة لم يتمكنوا من منع الدمار. فاشل مثلي لابد أن يستخدم كل الوسائل الممكنة، سواء كانت أدوية أو أي شيء آخر. بينما هو يفكر، يقول الآخر أيضا في تفكيره: سمعت أنك فقدت شغفك بسبب مقارنتك الدائمة بشارلوت، لكن يبدو أن الأمر ليس كذلك. عبقرية ساحقة وشخصية ملتوية، كلا الشقيقين هما. هل يمكنني أن أطرح سؤالا واحدا فقط؟ ما هو سؤالك؟ هل ستذهب إلى أكاديمية راهير التي سيتم افتتاحها قريبا؟ أمر بديهي ليس كذلك. يبدو أنه قد تحمس بشكل غريب. هناك عدد هائل من المهارات التي يمكن نهبها في الأكاديمية. إذا لا مشكلة، سأفعل أي شيء، مزج الأدوية أو غيره. إذا كان الأمر يتعلق باللعنات فأنا مستعد له، وبالطبع المكان بجانبي شاغر أيضا. هذا الفتى لم يتغير، لا أنا ذاك ولا الآن. لكن بعيدا عن ذلك هناك أمر آخر أود سؤالك عنه، وهو أنت تعرف مرض التلون أليس كذلك؟ المرض المستعصي الذي يتحول فيه لون الجلد إلى أزرق مائل إلى السواد. اصنع دواء لهذا المرض. عذرا، ألا تعرف معنى كلمة مستعصي؟ حتى بالنسبة لي هذا مستحيل، ومع ذلك أنجزته. يقول هذا في نفسه، مع أن تلك قصة أخرى لوقت بعيد جدا. يعطيه قبضته ويتساءل الفتى ماذا يفعل. أنت قادر على فعلها. فيبتسم ويقول: حسنا، سماع ذلك حرك كبريائي. لهذا يتبادلان بدل المصافحة الطريقة الأمريكية، ضرب القبضات ببعضها، أو سلام كورونا يعني تعرفوها. عندما يكتمل الدواء تواصل مع جناح الصنوبر الأخضر. حسنا سأسلمه بنفسي. بالمناسبة هناك شيء كان يزعجني منذ فترة. أنت معجب بأختي أليس كذلك؟ أنا أحب شارلوت كثيرا، أحبها. إذا لماذا تقول إن المكان بجانبك شاغر، أو تتحدث عن الرفقة؟ ما الذي تعنيه بذلك أساسا؟ حسنا يا كراش، ما زلت طفلا، لذا قد لا تفهم. أنا أحب كل البشر مهما كانوا. أويلي، بدينا بالسوالف المريضة. ماذا؟ ليس أنا أيها الغبي. فاهربوا بسرعة كبيرة من هذا المكان. اهرب يا أخوي عامر، اهرب 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 اهرب. انتظر رفيقي المستقبلي. لكنه يبتعد بسرعة كبيرة من المكان. الآن وبعد التفكير بالأمر، كان فعلا من هذا النوع من الصبيان. يعود للحفلة حيث الناس متجمهرون حول شيء ما. يبدو هادئا وهو يراقب ما يحدث. أحدهم يمسك بالفتاة خطيبته بيانكا. يبدو أنه يمسك بيدها أو بمعصمها بشكل قوي حتى أنها تورمت. السيد كراش، لكن في نفس اللحظة يتحول إلى حيوان وحشي ويضرب هذا الرجل. ونعم الرجل والله. فيسقط الرجل فورا بارتداد قوي جدا على المائدة. اللعنة، أتحاول أخذ خطيبتي بالقوة؟ ما معنى فعلك هذا؟ بالقوة؟ كنت تحاول وضع يدك على فتاة في 12 من عمرها. أتحب هذا النوع من الأشياء يا أيها النفاية؟ لا 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 لا، كنت فقط أنفذ أوامر الأميرة كلاديا. أوامر الأميرة الثانية كلاديا ستالون؟ نعم صحيح. الأميرة الثانية أمرتني بإحضار السيدة بيانكا إليها، لكن السيدة بيانكا جلبت إلى هنا بالقوة. لم أرغب في سحبها هكذا، ولكنه أمر ملكي، لم يكن أمامي خيار. يلتفت إليها وهي تنظر إليه. إنها ابنة عائلة هاردن هاتس الصغرى، حكام الشمال، لكن بسبب تلك اللعنة سمعة بيانكا بين النبلاء منخفضة. لماذا الأميرة التي كانت دائما تابعة مخلصة تذهب إلى هذا الحد لاستدعائها؟ هناك شيء غير طبيعي. هل هناك شخص آخر متورط؟ من بين الزحام يتبين الشخص آخر. أنيكس. كانت أختي تتبعها بلا كلل. بعد أن هزمت أنيكس في أرض النجوم السماوية رغم كراهيتها لشارلوت، لم تستطع التخلي عن إعجابها بها. في النهاية انحرفت شخصيتها، ولأنها لم تستطع هزيمة شارلوت بقوتها الخاصة وجهت أنظارها إلي أخاها الصغير. وأنت تجر بيانكا إلى هذا. ماذا؟ حسنا، سأذهب. هذا الشخص يشبه لويد في مكان وزمان آخر. أذر الفكرة شاطحة، بس يعني ليش لا. لكن بدلا من الأميرة الثانية سأذهب لرؤية أنيكس. السيدة أنيكس، لماذا؟ رغم خدمتك للأميرة لا أعلم من أمرك بالقيام بهذا. هل لهذا علاقة بذلك؟ بصراحة لقد اكتسبت بعض العادات السيئة أيضا. هي يا بيانكا. نعم كراش، ها هما يمشيان في البلاط الملكي. على أي حال بيانكا، لماذا رفضت الذهاب؟ يقول هذا في ذهنه. يمكنني تخمين العقل المدبر لأنني عشت هذا من قبل، لكن في سن 12 لم يكن من المفترض أن تدرك بيانكا الموقف بعد. لماذا تجاهلت أمر الأميرة؟ هاي بيانكا. نعم، لماذا عصيت أمر الأميرة؟ فتقول ببساطة لأن كراش أمرني بالانتظار. يشعر كراش برجولية فائقة، وهذا كل ما أتمناه الرجال
فأنصتوا يا فتيات، كونوا مطيعات لأزواجكن وشركائكن باستثناء الأشياء التي تخرج من الشرع. يبتسم يربت على رأسها ويقول أحسنتي. وهناك في الداخل الفتى النمر كان سعيدا جدا. أوه، لقد أتيت فعلا، أنا هنا لرؤية أنيكس. حسنا قالت أنيكس أن تسمح لكراش بالدخول بمجرد وصوله. بلاك هود فتى النمر، تساءلت لماذا ظننت أنه مبارز ماهر بسيفين. أين حدث الخطأ؟ أنا سعيد لأن أنيكس أعطت الأمر بالمساعدة. ثم لكن يقاطعه النمر، ولكن مهلا، كنت فضوليا بخصوصك أيضا يا كراش، لنأخذ مباراة. إذا ينتهي الأمر هكذا في النهاية. القتال ممنوع في أرض النجوم السماوية، لكنك قاتلت شارلوت، إذا لا بأس إذا فعلت ذلك أيضا، أليس كذلك؟ أنت أضعف من شارلوت. والآن بعد أن فكرت في الأمر، سمعت أنك صمت أطول ضد شارلوت مقارنة بأباراكس. حتى لو كان كلاهما خبيرا، مستوى أباراكس أعلى قليلا، لكن حاسة القتل لديه غير متوقعة لدرجة أنني لا أستطيع قراءة حركته التالية. قبل أن ألتقي بأنيكس أفضل تجنب القتال مع هذا الشخص، لكن عند النظر إلى عينيه لن يستسلم بسهولة. حسنا، يقبض على قبضته فتخرج نية القتل من جسده. في نفس اللحظة يهجم عليه النمر، لكنه يراوغ بمهارة ويقوم بضربه في الاتجاه المعاكس. لا، بل ويستقيم ويضربه بضربة أخرى أقوى، موقعا إياه على الأرض وينزل عليه أشد العذاب. لكمة البوصة الواحدة. يضربه بقوة كبيرة فيسقط على الأرض متألما، ممسكا معدته وبطنه، يصرخ من الألم، وكراش ينظر إليه. كراش، أنت بلا رحمة، أنت من تحداني أولا. نعم، لكن انتظر، هل بأس أن أذهب لأحضر أسلحتي أولا؟ أسلحة؟ الأهم من ذلك، هل يمكنك حتى الاستمرار؟ ويسقط مغشيا عليه. كراش، ماذا فعلته بحق خالق السماء؟ استخدمت مهارة سرية من عائلة فالهايم، لكمة البوصة الواحدة. منذ زمن بعيد ابتكرها أحد فاشلي عائلة فالهايم. إنها تقنية سرية تطلق أقصى قوة تدميرية عبر أقصى مسافة ممكنة، وإذا تحققت شروطها فقد تلحق أضرارا داخلية أيضا. قبل عودتي إلى الماضي كانت هذه التقنية الوحيدة التي استطعت إنقاذها من قصر الصنوبر الأخضر المحترق، وبفضل لكمة البوصة الواحدة هذا نجوت من مواقف لا تحصى بين الحياة والموت. لقد استخدمت أقوى مهارة لدي، لن يكون قادرا على النهوض لفترة. هيا بنا إلى الداخل. حسنا كراش. وفي الداخل هناك يجد الاثنان، يعبر الاثنان بلا مبالاة. من المضحك حقا أنك هزمت بلاك هود فعليا. على أي حال، لقد استخدمت الأميرة الثانية فقط لاستدراجي إلى هنا. ألم تكن تقف هناك تحديدا لهذا السبب؟ ها أنا ذا. كيف أدركت الأمر؟ غريب، أنت مختلف عما سمعت عنك. ربما كانت الشائعة كاذبة. أنت من نشر الإشاعة بأنني كنت فاشلا، لكن إن خسرت أمامي اليوم فستتغير الشائعات قليلا من الآن فصاعدا. يحضر قبضة اللعنات ويقول في نفسه بصوت واحد: لأنني أنا من سيتولى ويستولي على مهارتك. إذا كانت الشائعات تقول إنني فاشل فهي حقيقة، لكن إن هزمت على يدي اليوم فقد تتغير تلك الشائعات قليلا. يقف الآخر صامتا. أنيكس جلايزر، كنا معا منذ أيام الأكاديمية وحتى في جيل السماء الزرقاء، صديق سابق، لأننا قضينا وقتا طويلا معا فأنا أعرفه جيدا. يتذكر قوله: الهروب بدون أي خطة؟ فالحقيقة أنه بقي بجانبي كصديق فقط لأني كنت مفيدا له، وتلك الفائدة كانت أسوأ سبب ممكن. فإنه يتذكر إحدى المرات التي كان فيها سيقع من على جرف، وفي الأسفل كان هناك العديد من الأشخاص الذين قضوا نحبهم. اللعنة، هل تم القضاء على الجميع؟ أنيكس، أنت هناك صحيح؟ ساعدني. كراش، إن اكتشفوا أن الوقوع في الفخ كان بسببي فسأفقد مكاني في جيل السماء الزرقاء، ليس كذلك؟ لكن إن نجوت وحدي فلن يعرف أحد أبدا ما الذي حدث هنا. ماذا؟ هاي، أظننت أن الأمر سيكون بهذه السهولة؟ الصراعة الداخلية على السلطة الشرسة بما فيه الكفاية لتأكلك. سيتم طردك بالتأكيد مستخدمين هذه الحادثة كذريعة. لا بأس لا بأس، سألقي بكل اللوم عليك. بما أنك مكروه من الجميع من حولك سيتحمل الأمر إلى مشكلة كبيرة، وهكذا ستدفن حقيقة هذه الحادثة تحت السجادة. شكرا لك كراش لكونك صديقي حتى النهاية. صديق؟ لا تعبث معي. هل فكرت بي يوما ما كصديق حقا؟ كنت معي منذ البداية فقط لأنك كنت تطمع في شارلوت، واليوم كنت شارد الذهن طوال الوقت فقط لأن شارلوت ستتزوج، ولهذا انتهى بنا الأمر إلى هذه الورطة، أليس كذلك؟ لهذا
ولهذا السبب بالذات كرهتك. لا تملك موهبة ومع ذلك حدسك حاد ودائما تحاول عرقلة طريقي. هذا الجانب اللعين منك أكرهه بشدة. وبما أن شارلوت ستتزوج فلتنتهي هذه العلاقة اليوم أيضا. لكن ربما هذا الأفضل. ففي النهاية شارلوت لن ترغب بإقامة جنازة أخيها بالتزامن مع زفافها. أيها الحقير. لا أستطيع. هل سينتهي بي الأمر هكذا فقط؟ لكن في آخر لحظة يتم الإمساك به. هل أنت بخير يا فتى؟ إنقاذ آرثر لي آنذاك هو ما جعلنا في الفريق نفسه، رغم أن ذلك كان بداية شقاء جدير. على أي حال، بعد أن طرد أنيكس من جيل السماء الزرقاء بسبب شهادة آرثر، كنت غاضبا لأنه حاول الزواج من الأميرة بدافع اليأس. لكن وماذا عن الآن؟ كراش، ملامحك وطريقتك في الكلام تشبه شارلوت كثيرا. يسر على أسنانه غضبا. هذا الرجل لم يتغير أبدا. يعني أكيد ما راح يتغير، أنت ما سويت شيء بس رجعت للماضي. شنو هذا المنطق يا حبيبي؟ اصحى. هي لا تنطق اسم أختي على لسانك بهذه الطريقة. قلت إنني وأختي متشابهان. يقبض على قبضته فتظهر هالة ونية قتل مرعبة. هذا صحيح، فأنا مثل أختي لا أتراجع عن أي قتال أبدا. لكن يبدو أن أنيكس هذا، وفي نفس اللحظة يصد ضربته بشيء يخرجه كجذور أشجار. يمسك بها ويقفز عاليا كي يتحول للجانب الآخر، لكنه يصد ضربته الأخرى فوقه. يمسك بقدمه في غصن آخر ويعلقه هكذا من السماء. كراش معلق رأسا على عقب، وبعدها يتركه لكي ينزل، أو هو نزل بقوته كما توقعت. هذا مزعج. هل هذا كل ما لديك؟ من الأفضل لك أن تستخدم سلاحا. تقنية عائلة جلايزر السرية، أسلوب الخشب المسقط للسماء. مستخدم الخشب الأول الهوكاج الأول هاشيراما أعجبه الأمر. إنها تقنية سرية تعزز النباتات بالهالة للتحكم بها كما تشاء، وباستخدام مهارة تعافي لتكاثر النباتات يمكن تعويض حدود هذه التقنية. تريدني أن أستخدم سلاحا؟ حسنا لك ذلك. إذا سأواجهك مستخدما خشبك. هكذا هو الأمر؟ إذا حاول الدفاع بذلك الغصن. إلا أنه بشكل غير متوقع يراوغ هجمتها كلها. ماذا؟ هل تفادى الهجوم؟ سيكون الأمر منطقيا لو كان عبقريا مثل شارلوت، لكن لفاشل مثله هل أيقظ شيئا في عقله أو ما شابه؟ بالنسبة لك أنا لست مختلفا عن عدو طبيعي، لأنني رأيت قدرتك حتى مللت منها قبل الارتداد الزمني. أنيكس، هل تفكر في شارلوت مجددا؟ يهجم عليه بضربة قوية. لقد تماديت كثيرا معي. يصد هجمته فيتراجع على الفور. أسلوب الخشب المسقط للسماء، الهيئة الخامسة. عملاق الخشب المسقط للسماء. كن حذرا من الآن فصاعدا. سيد أنيكس، لا يجب عليك أن تتورط في هذا. ويعم السكوت قليلا. إذا أصاب السيد كراش مباشرة فالعواقب ستكون لا رجعة فيها. يبدو أن التايتان الخشبي هذا العملاق يضربه بقبضته القوية، ويبدو هو مستسلما لا يتكلم. في المكتبة السرية لقصر الصنوبر الأخضر كان هناك كتيب سري رفيع جدا. مؤلفه كان رجلا بلا موهبة، فقط رجل كان يتدرب على السيف حتى سن 80. لقد ظل يكرر ضربات التدريب الأساسية لعدد لا يحصى من المرات. الكتيب الذي كتب في سنواته الأخيرة كان قصيرا، كان فقط يوثق ضربات تدريبه. لكن تلك التقنية تطلبت حالة من وحدة الروح مع السلاح، وهذا مستوى لا يمكن بلوغه بدراسة فنون القتال لفترة قصيرة. مع ذلك، بما أنني دفعت إلى مواقف مماثلة مرات لا تحصى بسبب لعناتي، إن استطعت أن أستوعب تقنية السلف السرية. السيف هو أنا، وأنا هو السيف. بضربة واحدة يقطع هذا الشيء العملاق الخشبي. سيف واحد، حقيقة بسيطة جدا، مظهرا نية قتل مرعبة، وقاطعا هذا التايتان إلى نصفين، وليس باستخدام سيف بل باستخدام غصن رفيع من الخشب. فتصدم الفتاة، أما بيانكا عديمة المشاعر تبقى هكذا، وأنيكس المسكين، أو مو مسكين عادي، أنيكس الحمار بقى هناك يلتفت إليه. حرفيا يرتجف بعدما ناداه من بين الدخان. لا تغتر بنفسك مرة أخرى، يقول هذا وهو يرمي قطعة الغصن المتبقية. هنا يشبه بوكو نو هيرو، أعتقد كذا اسم الأنمي، بس أنا ما شايفه. هل فهمت يا هذا؟ فيسقط على ركبتيه بعدما رأى ذلك. تم قطع التايتان إلى نصفين. لكن كراش يبدو متعبا جدا. تبا كنت أخطط لأن أتمالك نفسي بالقدر الكافي ليسهل سلب المهارة، لكن لأنني وضعت كل ما لدي في تلك الضربة الواحدة لم أعد قادرا على تحريك عضلة واحدة.
اللعنة، لا أستطيع حتى التفوه بكلمة. كان يرتجف حينما قدمت خطيبته عنده. كراش، سأساعدك. وفي نفس اللحظة كان الفتى الآخر الأشقر يأتي وهو راكب يتعرض للعديد من الصدمات بينما الفتاة تمسكه، فيقول دارلينغ: بهذا الوضع كراش سيموت، اترك الأمر لي، تفضل. فيحمله على ظهره. أما الناس وجو الحفلة كانت في حالة يرثى لها. ما كل هذه الجلبة؟ هل يعقل أن ذلك الفاشل هزم أنيكس فعلا؟ مستحيل، الابن الأصغر وعديم الموهبة من عائلة فالهايم. يا إلهي، يبدو أن الشائعات بدأت تنتشر بالفعل. لم يكن أخطط لأن تكبر الأمور إلى هذا الحد. حسنا، هذا الصبي سيصبح حديث الجميع بحلول الوقت الذي يستفيق فيه. وفوق ذلك تعبير أنيكس قبل قليل يقلقني حقا. لدي شعور بأنهم سيقدمون على فعل ما له بعد هذا. مرحبا يا صبي، لا يسمح لك بالموت قبل أن تتعاون مع أبحاثي، مفهوم؟ وتنظر بيانكا إليه، وهكذا يغادرون المكان. في يوم آخر كان كراش يتدرب بجدية باستخدام سيف حقيقي. مر أسبوع منذ العودة من أرض النجوم المقدسة، وأخيرا تحررت من آثار الضرر الذي لحق بي في تلك اللحظة. لو أنني وصلت استخدامها بلا توقف لمحاصرته حتى النهاية لكنت الآن في حالة أسوأ من أنيكس. كنت فاقدا للوعي داخل العربة. لو لم أفقد الوعي حينها كنت سأتمكن على الأقل من إتمام التحضيرات اللازمة لسلب المهارة. كانت لدي طريقتان في ذهني لسرقة المهارة: الطريقة القياسية لفتح الرداء الأسود، وطريقة دفع الخصم إلى خفض القيمة التي يوليها لمهارته. والطريقة التي كنت أنوي استخدامها مع أنيكس هي الثانية، وتتميز هذه الطريقة بسهولة تنفيذها. إذا استطعت هزيمة خصمك هزيمة ساحقة، ولأن عملاق السماء الخشبي سقط بضربة واحدة مني، فإن الشك الذي شعر به أنيكس لابد أن ينتشر كموجات في الماء. فبعد أن خسر أمام فاشل كان يحتقره طوال سنوات، سيبدأ بالتشكيك في قيمة مهارته هو نفسه. حتى وإن استغرق الأمر وقتا، فإن مهارة التعافي الخاصة بأنيكس ستصبح لي في النهاية. ولهذا خلال السنة المتبقية حتى دخول الأكاديمية أريد أن أقضي كل يوم في تدريب لأتجاوز العباقرة. لكن السيد كراش، لقد وصل السيد بيلوكين إلى جناح الصنوبر الأزرق. إنه الأخ غير الشقيق لكراش. أظن أن صبر الأخ الأكبر بيلوكين قد نفد. لقد رفضت رسائله 22 مرة بالفعل. لا أستطيع المماطلة أكثر من ذلك. دعه يدخل كما تأمر. وخطيبته الكيوت كانت قد جلبت له قهوة. خويلي، يا رب شوك نتزوج ونعيش هذا الشعور. كراش، اشرب بعض الماء. طلع مي ما تفرق حتى لو زقوم، معكم مشكلة. شكرا لك. ما الخضب؟ رائحتك تشبه رائحة العرق. حقا؟ هل لأن السموم تطرح من الجسد عند استخدام الهلة؟ ربما أنفي متبلد لأنني اعتدت على رائحة التآكل. ألا ينبغي أن تأخذ حماما قبل مقابلة السيد بيلوكين؟ لا، على الأرجح سينتهي الأمر بعودته للتحرك من جديد على أي حال. إذا من فضلك لا تقترب مني. أتعطين الأوامر لخطيبك الآن؟ بيانكا، لقد كبرت حقا. التساؤل إن أمكنني الهروب من هذا التسرب، لكنها تهرب بسرعة كبيرة. بيانكا أشبه بأخت صغيرة، لذلك لا يسعني إلا أن أمازحها. معارفي من قبل الارتداد لو كانوا يروني الآن لنظروا إلي بعيون باردة. كراش، هل أصبحت لينا بسبب السلام؟ هل تظن حقا أنك تستطيع منع دمار العالم بهذه الطريقة؟ آرثر، أكره الاعتراف بذلك، لكن باستثناء تلك اللحظة الأخيرة كان بطلا يقف دائما في المقدمة دون أن يسقط حذره أبدا. بالمناسبة، أين آرثر الآن؟ وما الذي يفعله؟ هذا هو الأخ الكبير. تتغازل بخطيبتك، يبدو أنك تستمتع كثيرا. بيلوكين فالهايم، الابن الثالث لعائلة فالهايم. الجميع يحتاج إلى استراحة من حين لآخر. يتفاجأ بيلوكين من ذلك الفتى الذي كان يخاف مني لدرجة أنه لم يكن يجرؤ حتى على النظر في عيني. ينظر إلي الآن مباشرة. هل كانت الشائعات عن هزيمته لأنيكس صحيحة فعلا؟ بالمناسبة، يبدو أنك مشغول جدا، ومع ذلك وجدت الوقت لتأتي إلى جناح الصنوبر الأزرق. مشغول؟ سمعت أن أكاديمية راهر قررت القبول عن طريق الامتحان بغض النظر عن المكانة الاجتماعية. إذا يجب أن تكون مستعدا يا أخي. هذا الفتى هل يستفزني؟ حتى أقوى إمبراطورية في العالم تخاف من فالهايم، ولم تجرؤ على مهاجمة مملكة ستارليون. عائلة فالهايم على مستوى مختلف تماما مقارنة ببقية البيوت النبيلة. أما أنا كفالهايم فأنا من النسب المباشر الأصيل، ومع ذلك يخبرني أن أستعد لامتحانات الأكاديمية. لا تتغطرس لمجرد أنك هزمت شخصا مثل أنيكس. فيبتسم ويقول: هذا مضحك حقا. نعم، أعتقد أن هذا طبيعي، أن يقلق شخص عادي بشأن إمكانية دخوله الأكاديمية.
حسنا، أظن أن هذا طبيعي تماما. نعم، أعتقد ذلك أيضا. ما هذا الموقف الغريب؟ في الواقع في الواقع سبب قدومي إلى هنا اليوم هو لتبليغ أمر سنمنع غزو العالم الذي وقع عند جبل جيريلاك. ماذا؟ ليست مهام العائلة غير إلزامية حتى سن 15؟ لا تقلق لا تقلق، سأرافقك بصفة الوصي عليك. بالتأكيد أخي الأصغر الذي يقال أنه هزم أنيكس لن يرتعد خوفا من أمر كهذا، ليس كذلك؟ يسر كالكس، أقصد كراش، على أسنانه غضبا. هي أنت تحاول فقط اختبار قوتي وإبقائي تحت المراقبة. حسنا، لننطلق. أنا معتاد على غزو العالم أكثر بكثير من اعتيادي على حياة يومية هادئة، سواء أكان هذا فخا من بلوكين أم لا. لدي خطة للخروج من هذا. كراش، إلى أين تذهب؟ سأغيب لفترة لمعالجة أمر الغزو، لا تتبعيني. أنا لست قادمة. ليس من المنطقي أن يكلف طفل في 13 بإيقاف غزو للعالم، يصدم الاثنان من ذلك. وبالإضافة إلى ذلك يتبين الغضب على وجه بلوكين. تلك الأميرة اللعينة. توقف هناك، إنها خطيبتي. لا يعقل أن يأخذ أخ أكبر كريم كلام طفلة في 12 على محمل الجد، أليس كذلك؟ ينظر إليه بحزم وهو غاضب جدا، وبعدها يدير ظهره ويغادر. أحسنت يا بيانكا. لم أفعل شيئا. إن لم تكوني مدركة لذلك فلا بأس. يربت على رأسها. أرجوك لا تنهار مجددا. حسنا، سأذهب الآن، لقد حان وقت البطولة. لكن ألاحظتم شيئا؟ هناك لمسة يد، لكن الحكم ما صفر عادي. تآكل العالم ظاهرة يتآكل فيها عالمنا حرفيا بفعل عالم آخر. أحيانا تظهر كائنات متآكلة، وأحيانا أخرى تحدث تغيرات بيئية، وإذا استمر التآكل أكثر قد تتحول المنطقة نفسها إلى عالم آخر. ولهذا تشكل مستنقع في جبل جيريلاك، وتم تصنيفه كتآكل نجمي من الدرجة الثالثة. هل قالت فرقة التطهير شيئا؟ يقول آخر. قالوا إنهم سيبدأون عملهم فور القضاء على زعيم الدرجة الثالثة، مستوى يمكن لفرقة فرسان متوسطة من رتبة الخبير التعامل معه دون مشكلة. وفوق ذلك بيلوكين قد يبدو هكذا، لكنه خبير من الفئة العليا، يجب أن يكون قادرا على هزيمة زعيم المنطقة المتآكلة دون عناء. كراش، نعم، أحضرتك إلى هنا لأمنحك كخبير من الفئة الدنيا بعض الجرأة. أجل يا أخي، خبرة؟ ومن تظن نفسك أيها التوت؟ من تظن نفسك تخاطب؟ أنا سيف النار. لا رحنا بعيد شوية. السبب الوحيد لاتباعي لك وأنت تحاول الضغط علي هو أمر واحد فقط لا ثاني لهما: اختبار حل مؤقت لنوبة الهيجان لدي. يبدأون بقطع الوحوش. اللعنة، بهذا المعدل أن يكون لهم نهاية. انظر إلى هذا الكائن المتآكل بلا رأس، لكنه يملك أسنانا. إن عضك سينتفخ الجرح، لذا احرص على تغطية جسدك بالكامل بهالتك. نعم سيدي. أيها اللورد كراش، هل سبق لك أن واجهت تآكلا عالميا من قبل؟ عمري 13. سيكون غريبا لو أتيحت لي فرصة الاقتراب من موقع تآكل عالمي. هذا صحيح. لماذا يبدو ثابتا هكذا في أول منطقة متآكل له رغم كونه فاشلا؟ عندما دخلت أول منطقة متآكلة في عمر 15 سرق كبريائي تماما. كيف يجرؤ هذا الإنسان على إعطاء نصائح للفرسان؟ هذا مختلف تماما عن تجربتي الأولى. يعطيه إيماءة وكأنه يقول: لا تقارن نفسك بي أيها الوغد. فيعض شفاه ندما وغضبا، لكنه يقف هناك يشحن سيفه بالطاقة. لو هذا مجرد افتراض، لو كبر كراش ليصبح مثل شارلوت وتجاوزني، ألا نصبح بذلك أنا الفاشل في عائلتي فالهايم؟ أخي، هل سنصل إلى موقع الزعيم قريبا؟ أنت محظوظ. هذه الرحلة أسهل من تجربتي الأولى. لا يبدو أن هناك كائنات متآكلة أخرى هنا غير الزعيم، وهذا يدعونا للحذر. يعني هذا أن الزعيم من الدرجة الثالثة فقط كان قادرا على الحفاظ على تآكل منطقة واحدة، فيصدم الجميع ويرتعبون من الخوف. مهلا، لا تخافوا من شيء كهذا. لا تهتزوا بكلام طفل صغير، إنه مجرد زعيم من الدرجة الثالثة. لننهي الأمر بسرعة ونعود. نعم سيدي. حسنا، سيفهمون الأمر بأنفسهم. علي التركيز على ما يجب فعله. لكنه يتفاجأ. أستطيع رؤيتها. طاقة تآكل العالم إنها أوضح من ذي قبل بفضل إتقان لسم غمر الدم المتطرف. الآن علي فقط ابتلاع هذا. بدأت أشعر بالتوتر الآن، وقد حان وقت الجد. يبتلع الحبوب المتبقية، فيخرج دخان من على فمه، وعيناه تتورمان، وبعدها يبصق الدماء.
اللورد كراش، هل أنت بخير؟ أجل، لقد تعثرت فقط. هذا لأنك ترهق نفسك في تجربتك الأولى. يمكنني حملك على ظهري إن شئت. أنا بخير. من غير المتوقع أن تسعى دما. طاقة التآكل تشبه سما قويا، لذا فهذا أمر مقبول، ومع ذلك لا خيار أمامي سوى تحملها. أليس هذا سبب إتقانك لسم غمر الدم المتطرف؟ أولا، تماما كما يقول الدليل السري لسم غمر الدم المتطرف، لنجرب خلط هالة مع طاقة التآكل. الهالة تدور بلا توقف. إذا استوعبت الهالة كنهر عظيم طاقة التآكل، فستندمج تلك الطاقة في النهر بالكامل مع ذلك النهر الجبار، مشكلة لونا جديدا لا يمكن طمسه. وهذا هو سبب الهيجان. ينظر بعين الشارنجان الخاصة به، وبعدها يتعب. ينظر إلى يداه المليئة بالدماء. لم أكن لأتحمل هذا في حالة ذهنية طبيعية. حان الوقت لاستخدام ذلك الفن السحري. بعد ديماريس، والهايم أغلق السيشوان وظن أن اندثر من التاريخ، لكن في يوم من الأيام اكتشف أحد الأسلاف المكفوفين أرشيفا سريا، غير أنه بسبب عماه لم يستطع قراءة الكتيبات السرية، ولم يكن أمامه خيار سوى إغلاق باب الأرشيف. لكن حتى لا يظهر شخص مثله مرة أخرى، قرر ترك كتيب سري واحد فقط داخل الأرشيف. اسم ذلك الفن السري هو الإدراك فائق الحواس، المشكل باستخدام الهالة. يا ولد، هذا الإدراك مو يشبه دراغون بول شو اسمه جوكو؟ الحاسة السادسة. حاليا لا أستطيع مد تلك الحاسة إلا بطول مفاصل أصابعي تقريبا، لكن حتى هذا يكفي لمعرفة مكاني. المكان الذي أنا فيه الآن ليس عالما مغطى بالهيجان. الهيجان يضعف. تمكنت من تجاوزه باستخدام الحاسة السادسة. بالطبع هذا مجرد حل مؤقت. إذا اقتصصت طاقة تآكل العالم قد يحدث الهيجان في أي وقت، وفي تلك الحالة سأظل بحاجة إلى لعنة دمية الثلج لبيانكا. لكن حتى لو كان حلا مؤقتا فهذا لا يتغير حقيقة أنني تمكنت من التعامل معه. هذه هي المرة الأولى التي أتمكن فيها من التقدم إلى المستوى التالي. لكنه يشعر بشعور غريب، مستحيل. يشعر بهالة غريبة. يلتفت فجأة هناك مخلوق أشبه بذراع أخطبوط فيه وجه إنسان. يقف الوجه عنده هكذا أمام عينيه، وفجأة تفتح العينان لتخرج عينان حمراوتان دمويتان غاضبة بشدة، وشيئا فشيئا يتحول هذا الرأس إلى شيء أشبه بالوحش. يبدو أنه امتداد لوحش يقف هناك، والأخ يراقب. إنه زعيم. نعم بالفعل إنه زعيم، ونستطيع أن نسميه ذو الألف وجه. اللي متابعين حكاية تشوشيو الصاقل الطيب يعرفون ايش أقول، وموجودة على قناة مانجانا. في نهاية المطاف هذا الوحش هناك رأس بشري في الأسفل يصرخ بصوت عال جدا حتى أن الجميع قد تأثروا، وبعدها ينطلق بسرعة كبيرة. هذا الوحش إنه سينغانكي، شيطان الألف وجه. أقسم بالله قلتها من عندي، وسبحان الله طلع الاسم صح. فيقف الاثنان أمامه حائران. أنا أستعد للقتال. كنت أرغب أن أغير صوت أخوه إلى صوت فخم أكثر، لكنه لا يستاهل. الجميع استعدوا للمعركة. يظهر هالة سيف قوية، وأمامه شخصان آخران، لكن يتفاجأ الجميع بأن سيف أحدهم قد تحول إلى سيف نارية، مهارة اللهب. فيتفاجأ الجميع بمن فيهم بطلنا كراش. إن مهارة الاشتعال للورد بيلوكين مبهر في كل مرة أراه فيها، وهو ليس مجرد وميض، بل إن قوته التدميرية جنونية. بغض النظر عن الهدف فإنه يحرق كل شيء. مهارة اللهب أغنيس، هذه هي المهارة التي أحرقت ذراعي من قبل. فيتذكر المشهد من الماضي. هل تفهم الآن الفجوة في قوتنا؟ ليس لدي الوقت ليضيعه على حثالة مثلك بيلوكين. قبل التراجع كنت مختلا تماما، ولكن ماذا عن الآن؟ آمل حقا لا تكون قد تغيرت على الإطلاق. في هذه اللحظات بينما كانت هذه اللعنة أو هذا الوحش الغريب يقتل الناس بلا رحمة، إذ شوى وجه أحدهم بمجرد لمسه. لعنة تمحو الوجوه. حتى الفرسان الكبار يكافحون ضد تلك الأذرع 8. لا سبيل للمتدربين أمثالنا لتجنب تلك اللعنة. في هذه المرحلة كل ما يمكننا فعله هو الركض. لكن كانت هناك ضربة قوية نارية قادمة. هجوم! بضربة واحدة يتم تدمير أجزاء كبيرة من الوحش، فيتم إنقاذ الآخرون. لا تستسلموا، سأصنع ثغرة. ينعجب به المقاتلون الآخرون، فيذب فيهم الأمل مرة أخرى. كما هو متوقع من اللورد بيلوكين، الوحش لا يستطيع حتى الهجوم المضاد. اتبعوا خطى اللورد بيلوكين. وها هو ذا يتفاخر بإنجازه الصغير هذا، ثم يلتفت إلى كراش
ويقول في نفسه: هل يشاهد كراش هذا؟ إنه ليس هنا. هل هو قد هرب بالفعل؟ ذلك الرجل إنه لا ينظر إليه، إنه يحدق مباشرة في الشيطان ذي الألف وجه، وبعدها يعود ينظر إلى الوحش الذي يبدو غاضبا ويبكي دما، دموع من الدماء. ما هذا؟ يبدو أنها تبكي جميعا وكأنها كرات جاتس، أقصد البيلت من برزيرك من تبعها. هذا سيء. الأمور تزداد خطورة بسرعة. فيقفز بسرعة كبيرة ويقول في نفسه: ما هذا الضغط الهائل؟ قبل حدوث المزيد من الظواهر الشاذة علينا قتل الشيطان ذي الألف وجه الآن. أيها الفرسان، ركزوا هجومكم على الشيطان ذي الألف وجه. يضرب بضربة لهب قوية باستخدام سيفه. ماذا؟ حتى الهجمات الممزوجة بالهالة لا تعمل؟ استمعوا أيها الفرسان، قبل أن يتحور أكثر شنوا الهجوم التالي، هيا بسرعة! لكنه يتجمد في مكانه، يلتفت صارخا: نحن فرسان والهايم، لا تفقد أعصابك بسبب شيء كهذا. ما الذي يحدث هنا بحق خالق الجحيم؟ لعنة من الشيطان ذي الألف وجه، لم ألمسه حتى. لا تقل لي أن الشذوذ السابق كان، لقد تم التلاعب بي. فجأة يظهر هذا الوحش العملاق أمامه، وذلك بعد أن تعرض للعنة. البرق والرعد والمطر والعواصف يملؤون الجو. هذا سيء. أنا سوف أموت، سوف يقضى علي على هذه الوتيرة. يجب أن نفعل شيئا. لكن الوحش يصرخ ويضربه بقوة كبيرة. ما الذي يحدث لي؟ هل هو الموت؟ أنا أقوى واحد من فرسان والهايم، هل سأموت هكذا؟ فجأة خيال فتاة غريبة تتحدث معه: لأنك أحمق، لقد تفوقت عليك أختك الصغرى، وبعد أن خدعت طريقك لقد خسرت فرسان النظام بأكمله، وحاولت إنقاذ نفسك فقط بالهروب. فاشل بائس مثلك يستحق الموت. وفي هذه اللحظة كان الوحش قريبا جدا منه، ويحضر قبضته الكبيرة كي يسحقه تماما، إلا أنه يسحب سيفه الناري ويحاول صد الهجوم، إلا أنه يتعرض للمسة من الوحش. وبعد مرور بعض الوقت تحت الأمطار، ها هو ذا بطلنا يسحبه. أنت كراش، لماذا أنت هنا؟ أخي، هل أنت مستيقظ؟ إذا لقد نجوت. نعم، كنت أراقب من بعيد طوال الوقت. عندما رأيتك تبتلعك المستنقعات بعد أن هجمك الشيطان ذو الألف وجه، تجنبت النظر إليه وسحبتك على الفور وغادرت المنطقة. فهمت. أنا بخير الآن، يمكنني المشي بمفردي. لكنه يصدم من كلامه: بجسد لا يستطيع حتى استخدام الهالة؟ هل أنت متأكد حقا أنك لا تحتاج إلى مساعدتي؟ يصر على أسنانه غضبا، ثم يأخذ السيف قائلا: لست بحاجة إلى مساعدة من أحمق مثلك. لو أنا مكانك يا كراش أعرف شلون أنتقم منه. تخيل تنقذ واحد وما يشكرك. قهر. لكنه يخاف كثيرا بمجرد أن يبتعد قليلا. الشيطان ذو الألف وجه لا يزال قريبا. مهلا، كم نحن بعيدون عن ساحة المعركة. لا فكرة لدي. مشينا مسافة طويلة ومع ذلك لم نخرج بعد. ربما يعني ذلك أن التعلية العالمية قد أغلقت نفسها. هل هذا يعني أننا لا نستطيع المغادرة إلا إذا هزمناه؟ اللعنة على هذا أخي. وفي هذه اللحظة تتكلم روح الفتاة. في الواقع هناك فن تشطيب سري. شارلوت هي من علمتني ذلك. السبب الذي مكنني من محاربة أنيكس في ملاذ النجوم كان بسبب هذه التقنية. فإن شارلوت السري، هل يكون مشاعر خاصة تجاه الأشقاء المولودين من نفس أم شارلوت؟ في هذه التقنية، هل تعتقد أننا نستطيع قتل الشيطان ذي الألف وجه؟ نعم، بدلا من التهرب منه والموت تائها داخل التآكل. أعتقد أن المحاولة أفضل من لا شيء. أتفهم إن لم تثق بي، لكن يا أخي أنت تثق بقوة أختنا، ليس كذلك؟ ينظر مرعوبا على يده الممدودة إليه. نعم، شارلوت عبقرية بعد كل شيء، لكن إن فشل الأمر فسينتهي كل منكما. يقف خلفه وبهالة مرعبة يقول: لا تقلق، أضمن لك أنها لن تفشل. في هذه الأجواء المظلمة والمرعبة تحت الأمطار الغزيرة والعواصف، يستمر الاثنان في مراقبة المكان. الشيطان ذو الألف وجه يقترب. أخي، المهارة أغنيس عندك جاهزة؟ نعم. إذن فلنبدأ الآن. يقف كالرجل، يرفع سيفه ويطلق هالته ويبدأ التأمل. يتفاجأ أخوه الأكبر مما يفعله، وفجأة تتجمع الرياح من حول سلاحه وكأن الهالات تدخل سيفه. تركيز مذهل للغاية، وتلك الهالة تحيط به. لم أرى هالة بهذا النقاء من قبل. عندما طلب مني دمج لهب أغنيس مع تقنية شارلوت السرية سابقا، كنت متشككا بصراحة، لكن تلك الهالة، تلك التي لم أستطع إتقانها مهما تدربت، كيف فعلها؟ الأخ بيروكين. أغنيس، مهارة اللهب من فضلك. بالفعل
الفشل يشعل بيده السيف فيشتعل حرفيا كالنار. بهالة مذهلة يرفع سيفه للسماء ويقول: أخي، أهناك شيء خطأ؟ لا، يبدو أنني سأصل في الوقت المناسب على أي حال، لذلك لا داعي لأن تشتري لي وقتا يا أخي. ماذا؟ ألسنة اللهب تشتعل بعيدا بكثافة أكبر مما كانت عليه ألسنتي. فقدت مرؤوسية في لحظة ولم أستطع فعل شيء سوى الركض والهرب لإنقاذ حياتي. إذا هزم كراش الشيطان ذو الألف وجه فأنا، هل هذا يعني أنني أضعف من ذلك الفاشل؟ أي نعم، أتقبل الموضوع رجاء بسرعة. كراش يتقدم بسرعة كبيرة ويقطع الوحش إلى نصفين بضربة اللهب عنده. يراقب أخاه ذلك، يتذكران كل لحظة عاشاه معا، فتحول من الضعيف إلى شخص قوي. لقد هزمه بضربة واحدة. لقد احترق الوحش وها هما الآن يقفان هناك في الساحة، خصوصا أخاه الأصغر يلمع هناك، وبعدها تشرق الشمس. أخي، انتهى كل شيء. بهالة مهيبة يقول ذلك وكأنه قد انتقم لكل تلك السنين، لكنه يصر على أسنانه ويسحب سيفه. بشكل سهل جدا قضيت عليه، موت الآن. صدق هذا اللي ما يقدر الخبز والملح يستاهل يموت. فيضرب بضرب مباشر عليه بسيفه، إلا أن كراش يصد ضربته بسيفه. ماذا؟ لما لا أستطيع إشعال مهارة اللهب؟ كان سيفه خاليا من أي هالة ويداه ترتعشان، بينما كراش يردها بهالة ضخمة. أنا ممتن بروكن لأنك بقيت كما أنت تماما. شروط فتح بروكن: ائتمن طواعية جزءا من إغنيس على الهدف، أقر بأن الهدف يستخدم النار بشكل أفضل مني، وأخيرا الانهيار التام للكبرياء. فيتقدم هو الآخر بسرعة ويقطع. في اللحظة التي أطلقت فيها الضربة الواحدة أصبحت مهارة اللهب ملكي. يبدو أن الوحش قد احترق وأصبح شاورما لذيذة. هو ذا يأكل اللحم المطبوخ. بروكين، في البداية كنت آمل حقا أن نتمكن من التوافق معك ومع الآخرين، لكن مهما حاولت توقف عن فعل هذه الأشياء الغير ضرورية. لم تتحقق تلك الأمنية أبدا بسبب عدائك الواضح. يبدو أنه قد قطع ذراعه أولا وبعدها يضع السيف في فمه. كفو، ناخذ انتقام وتريح قلوبنا. وما زلت أتمسك بأمل خافت أنه ربما أننا إخوة، فربما هذه المرة ستعترف بأخيرا. لحسن الحظ يبدو أن هذا الخيار لم يكن موجودا أبدا بالنسبة لك. يبدو أنه قد شوى فمه ولسانه فيصرخ بأقصى ما لديه. هل يؤلمك هذا؟ عندما أحرقت ذراعي ووجهي تلويت من شدة الألم هكذا تماما، يتلوى فيتلوى فيتلوى حتى يسقط. إنها لذة الانتقام، لنعطيه ضحكة دوفلامينغو. إنه طقس جيد بشكل ساخر. بالعودة إلى القصر، نظام اللوردي قد تم إبادته. المشهد في القصر الكبير، تم ترقية التآكل إلى 5 نجوم. يقولون أنه كان مستوى يتطلب خبراء من الدرجة الأولى للتعامل معه. لو لم يضحي اللورد بروكين بنفسه، بالتأكيد لم يكن للورد كراش لينجو دون أن يصاب بأذى. ماذا تقصد؟ أن الفشل الوحيد هو الذي نجا؟ كبير خدم بروكين الشخصي. فيرد كبير خدم منزل والهايم: احذر من لسانك، هذا هو الأخ الذي ضحى اللورد بروكين بحياته لحمايته. فيبكون، وبينما يمر بطلون من جانب الغرفة يسمع بكاءهم ويقولون: لا تدع موت اللورد بروكين المشرف يذهب سدى. والله موت مشرف فيك ينزل ثلجاية كبير على قلوبنا. يبدو أنهم صدقوا شهادتي. ربما لا داعي للقلق بشأن ذلك بعد الآن. بفضل بروكين حققت نتائج جوهرية من هذه الحملة. يمكنني الآن استخدام سم الدم الشديد، وقد تأكدت من أنني أستطيع التحكم في الهيجان الذي يسببه إلى حد ما باستخدام الحاسة السادسة، ومن خلال مهارة أغنيس اللهب، حتى أنني فتحت اللهب الأسود. مهارة الإشعال قادرة على إشعال أي شيء. حاولت تطبيقها على قوة تآكل العالم، لكنني لم أتوقع أبدا أن تكون فعالة إلى هذا الحد. اللهب الأسود لديه قوة نارية تفوق توقعاتي. يجب أن يكون بمثابة ورقة رابحة قوية. اللون شرير بعض الشيء، لكنه سيفي بالغرض. الآن المشكلة الوحيدة المتبقية لحلها في المنزل الرئيسي هي التحقيق بشأن الظاهرة غير الطبيعية في موقع تآكل العالم. يصل عند الباب. أدخل. يبدو أنه في هذه المرحلة من الوقت لم يحددوا السبب بعد، على الرغم من أنه في الواقع من عمل عالم إيروديري يغرق الجسد الرئيسي للإيروديري في حلم أبدي، غير قادر على رؤية الواقع إلا من خلال عيون أتباعه الموت الأحياء.
يدخل أخيرا. إذا كانوا قد بدأوا نشاطهم بالفعل، هذا يعني أنني قد أواجه أتباع الموت الأحياء عاجلا مما كنت أعتقد. لقد وصلت إذن أيها اللورد كراش، كنت أنتظرك. فريق التحقيق في تآكل العالم سيفيرا، محققة من الدرجة الرابعة، يرى نجمة على عنقها، ذلك النجم الأسود. لم أكن أتوقع أن أواجه واحدا بهذه السرعة. عفوا، مهلا يا غير ميتة، أريد أن أعقد صفقة معك، سأمحو خلودك. تبتسم الفتاة وتقول: هل أنت المتراجع؟ كنت أبحث عن شخص آخر تماما. هاي، ما الذي يجعلك تعتقدين أنني كذلك؟ في اللحظة التي يجرؤ فيها طفل صغير على اقتراح صفقة لشخص مثلي، أنت تجعل الأمر واضحا، فقط المرتد بالزمن يجرؤ على ذلك. أنت محصر في حلقة زمنية لا نهاية لها، ومع ذلك تدعي أن تقتلني أنا الذي أتجاوز حدود الزمن نفسه. تضحك وتقول: لا تجعلني أضحك بمثل هذه الأكاذيب الواضحة. تخرج مخالبها، ونية قتله، وفي نفس الوقت يظهر بطلنا يد إيداتوري، يد الالتهام الخاصة به. إنها ليست كذبة، مهاراتي. فيطلق مهارة الالتهام. الخالد، الحديقة القرمزية، أغسطس. هناك شخص ما معلق في سلاسل رأسا على عقب. قبل التراجع وبأمر من آرثر، حاولت سرقة خلوده، لكن تلك المحاولة انتهت بالفشل. هو ذا ساقط قرب هذه البركة من الحمم، إذ يقول آرثر: الآن مع هذا بالكاد يستطيع الخالد الحفاظ على تجدده، لن يتبقى لديه أي قوة للتحكم في خدمة. وتقول فتاة إن السبب في قيادته لهذا العدد الكبير من الأتباع هو لأن جسده الحقيقي كان ملعونا غير قادر على الحركة. هذا يجعله يبدو مثيرا للشفقة، أليس كذلك؟ فترد سيجرون إيفينيا، الأميرة الثالثة الإمبراطورية: مثير للشفقة حقا؟ هل نسيت كيف جعل مناطق التعرية لدينا تتصاعد وتتسبب لنا في الجحيم؟ هل نسيتم؟ لا تتصرفي وكأنك على حق الآن. ترد الفارسة السوداء ماري ديانا: يا سيدتي سيجرين، لم أقصد ذلك بهذه الطريقة. على أي حال، انتهت مشكلة الخلود، لا مزيد من القتال العبثي، لكن هذا مؤسف. لم تستطع سرقة الخلود في النهاية. هذا صحيح، يقول في نفسه، حتى ولدت من جديد فهذا مستحيل، لأنه كان الشرط مستحيلا تماما. شرط الفتح: كن أقوى من الخالد. فجأة تقول الفتاة: أخبرني، هل أنت المتراجع؟ كنت أبحث عن شخص آخر تماما. هاي، ما الذي يجعلك تعتقدين أنني كذلك؟ في اللحظة التي يجرؤ فيها طفل صغير على اقتراح صفقة لشخص مثلي، أنت تجعل الأمر واضحا، فقط المرتد بالزمن يجرؤ على ذلك. أنت محصر في حلقة زمنية لا نهاية لها، ومع ذلك تدعي أن تقتلني أنا الذي أتجاوز حدود الزمن نفسه. تضحك وتقول: لا تجعلني أضحك بمثل هذه الأكاذيب الواضحة. تخرج مخالبها، ونية قتله، وفي نفس الوقت يظهر بطلنا يد إيداتوري، يد الالتهام الخاصة به. إنها ليست كذبة، مهاراتي. فيطلق مهارة الالتهام، بل يمكنه حتى أن يسرق خلودك. اللعنة تشتعل بقوة كبيرة، وهناك سلاح بداخله. تتفاجأ الفتاة: مهارة الثقب الأسود. كنت أرفع مستوى كل التآكل لقرون فقط لأجد شخصا قادرا على قتلي، والآن الشخص القادر على سرقة لعنة الخلود يقف أمامي أخيرا. هذا ما تفكر فيه الفتاة. ما حالتك؟ ساعديني لأصبح أقوى. لا تتفاعل مهارتي إلا إذا كنت أقوى منك. تضحك الفتاة وتقول: إذن اجعلني تلميذك. إذا كان ذلك يعني أنني سأتحرر من هذا الخلود، فسأبيع روحي بكل سرور. حسنا جدا، أنا كريزمون جاردن أوغست. تظهر روحها التنيني وتقف هناك بهيبة، تضحك بشكل هستيري وتقول: سأجعلك أقوى رجل على قيد الحياة. ماذا؟ هالة وجودها مرعبة، تكفي لإسقاط تنين كامل. امتلكت حديقة كريزمون قوة تنافس قوة آرثر، وقادت جحافل من الخدم. بمساعدتها يمكنني أن أصبح أقوى. حتى لو اضطررت إلى استعارة قوة غاز، سأحمي هذا العالم من التآكل من دمره. المهارة هي قوة فريدة يمتلكها شخص واحد فقط في العالم. وفقا لتلك القاعدة، عادت مهارة التراجع الخاصة بآرثر إلي في هذه الحياة. إذا هلك هذا العالم مرة أخرى في هذا العصر، فسأختفي معه. يمد كراش يده المرتجفة ويقول: سعيد جدا بوجودك معي يا كريم. كريمة ولا كريمة؟ لا، أمزح. كريم؟ كراش، نادني سيدتك. تقول هذا وتضربه على رأسه، وبعدها يتمشيان في الرواق.
هانذا أخيرا يمكنني مغادرة هذا المكان. هذا؟ أنت لا تعيش هنا؟ لم أكن هنا منذ سنوات. بالكاد أستطيع تذكر وجوه والدي بعد الآن. قصر فالهايمر، جناح البالغين، قاعة فالكيري. أي فالكيري الموجودة بكلاش رويال؟ لو غيرها، لو ذيك الموجودة عند الاسكندنافيين. اللورد كراش، والدتك تطلب حضورك. والدتي حقا لم تظهر وجهها أبدا عندما كنت أعيش في قاعة الصنوبر الأزرق. ربما سمعت شائعات بأنني تغيرت وشعرت بالفضول. بالفعل، وأيضا قال رب الأسرة أنه عند عودته من العالم المحرم ينوي مقابلتك شخصيا. ماذا؟ أبي يريد رؤيتي؟ لقد ارتقى إلى حالة شبه حاكمية. ربما شعر بشيء مني من خلال النجوم. طلبت السيدة أريا منك البقاء هنا في القصر الرئيسي حتى ذلك الوقت، لكن بيانكا تنتظرني وأنا مشغول بالفعل. لا أستطيع تحمل إضاعة الوقت هنا. إذا لم يكن هذا أمرا من أبي نفسه سأعود الآن. ماذا؟ سأعود عندما يستدعيني أبي مرة أخرى، أو ربما سيأتي إلي بنفسه. يقول هذا وكانت هناك عربة تنتظر. أجواء المدينة من عين طائر، وغابة في الجوار يمرون بجانبها عبر استخدام عربة. أخيرا أنا حر من ذلك المكان. لا أخطط للعودة إليه لفترة من الوقت، لكن الطائر المسكين يدق على الزجاج ليفتح له الباب. اهتم بأدب أيها المتدرب الوقح. افتح هذا الباب لسيدتك. كريم، ألا تعتقدين أن لونك القرمزي بارز أكثر من اللازم، فتتحول إلى لون الغربان؟ استرخي، يمكنني تغيير لوني وقت ما أشاء. واو، حبيت موضوع التحول جدا. أترى أبدو تماما مثل الغراب الآن، أليس كذلك؟ أجل أسود كروحك. يا لها من شخصية ساحرة لديك، أنت مزعجة. ماذا عن جسدك الرئيسي؟ أنت تعلم أنني أستطيع تحريك جسدي الحقيقي. أنت حقا مزعج، متخلف لئيم. المتراجع الحقيقي هو آرثر مع ذلك. لقد استعرت مهارة آرثر فقط، متراجع غير مكتمل في أحسن الأحوال، لكن لا داعي لشرح ذلك لكريم. بالمناسبة، هناك فتاة بيضاء في قاعة الصنوبر الأزرق، كن لطيفا معها. فتاة؟ أي والله يا حبيبتي، كلنا نشك بها. لقد كانت تلبس شيئا لا أعرف كيف أصفه، لكنه كيوت. أهلا بعودتك يا كراش. أترى؟ قلت لك سأعود. ويبدو أن الغراب غير سعيد، ما أدري ليش. يعني أوكي، واحد وحبيبته، شبيش أنت تدخلين بالنص؟ طرف ثالث أنت؟ اللورد كراش. إليوت، هل حدث أي شيء أثناء غيابي؟ وصلت رسالة من سيدي العزيز. ماذا؟ يتبين بأنه كان ذلك الشاب المشاكس. لقد أكملت علاج مرض تغيير اللون الذي طلبته. إنه لقد تم تحضيره عمليا من تلقاء نفسه بينما كنت أفكر بك. سأسلمه لك قريبا. وهناك بوسة في الأخير. البوسة هاي مشكوك في أمرها قليلا، سنتجاوز الأمر. يقولون أن العباقرة غالبا ما يكونون غريبي الأطوار. نعم، والدليل لسان أينشتاين. وتسلا أو عالم آخر هم شارك في استثمار فقاعة كانت موجودة قبل وخسر فلوسه. عادي، يعني العباقرة ما يخطئون؟ لا، هم بشر يخطئون عادي. عندما يصل دانفيليون العزيز، عامله بأقصى درجات العناية، سيكون محسنك. مفهوم سيدي. بالمناسبة، كانت الليدي بيانكا قلقة للغاية عليك. بيانكا؟ نعم، وعندما سمعت أنك علقت في التآكل جهزت عربة على الفور عازمة على زيارتك في القصر بنفسها، لأنهم كانوا يحاولون الوصول إلى المنزل الرئيسي. لم أتحقق من قفل لعنة بيانكا منذ فترة، لكن لا تخبرني. يمد يد اللعنة لديه ليتفقد الفتاة من لعنتها. شرط الفتح الأول: كن صديقا لبيانكا. يصدم بأن القفل قد فتح أخيرا، وسيستطيع الحصول على طاقة أخرى. لقد تم فتح القفل بالكامل. بيانكا، القفل الأول لها قد فتح. هذا رائع. وكالعادة، الخالد الغراب لا تعرف كيف ترد. أحلى شيء بالقصة الغراب هذا. حبيته. يتبع. ولكي يصلكم المزيد، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة، ولدعم وتشجيع أكثر يمكنكم عن طريق باتريون في وصف القناة.